أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج الحدث المصري نستهلها بأهم ما دار اليوم من أحداث. أدان مجلس الوزراء التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، واعتبر المجلس هذه التصريحات تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المصري واعتداء على اختيارات الشعب المصري التي عبر عنها في 30 من يونيو. وشدد المجلس على أن استمرار تلك التصريحات قد يعني اتخاذ الدولة المصرية لموقف قد يستدعي إعادة النظر في استمرار العلاقات على ما هي عليه. قال السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن وفدا من نواب ومساعدي الكونغرس الأمريكي سوف يزور مصر نهاية شهر نوفمبر الجاري، وذلك في إطار الاهتمام الأمريكي بالعلاقات مع مصر. وأوضح عبد العاطي إن الزيارة تهدف بالأساس إلى التعرف على الوضع المصري عن قرب، فضلا عن الوقوف حول ما تحقق من خارطة الطريق حتى الآن. نفى محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة ال50 لتعديل الدستور ما تردد عن أن عمرو موسى رئيس اللجنة يقود حملة لإقناع الأعضاء بالموافقة على الإبقاء على مجلس الشورى. وأكد سلماوي خلال مؤتمر صحفي إن اللجنة مستقلة تماما ولا تتلقى توجيها من أحد وتتواصل مع كل الجهات، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إقرار 65 مادة في الدستور. نفى الفريق مهاب مبيش رئيس هيئة قناة السويس ما تردد عن تعاقد مصر مع الشركة الإسرائيلية لتأمين السفن العابرة لقناة السويس. وأكد مميش في بيان رسمي إن القوات المسلحة وجهات أخرى تشرف على منظومة تأمين متكاملة لتأمين المجرى الملاحي وحركة التجارة العالمية، مؤكدا أن المجرى الملاحي مؤمن تماما وأن مستوى التأمين حاليا في أعلى درجاته. قال اللواء محمد راتب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون إن الرئيس المعزول محمد مرسي قد تم وضعه تحت الاختبار الصحي لمدة 10 أيام، وذلك لفحص حالته الصحية قبل إيداعه في المكان المخصص له لقضاء فترة حبسه. وأضاف اللواء محمد راتب في تصريحات صحفية إن مرسي يرتدي ملابس السجن البيضاء، مؤكدا أنه تم قيده في سجلات السجن وتصويره واستيفاء كافة المستندات الواجبة وفقا للقانون. داهمت عناصر الجيش الثاني الميداني المدعومة بقوات الشرطة وتشكيلات الأمن المركزي 55 مقرا للعناصر المسلحة، وذلك بعدد من القرى التابعة لرفح والشيخ زويد والعريش. وألقت القوات القبض على 11 شخصا من العناصر المشتبه بهم في أعمال العنف ضد الجيش والشرطة، من بينهم 5 فلسطينيين، كما دمرت 9 منازل و13 بيارة للوقود. انتهى موجز الأخبار مشاهدينا، فاصل قصير ونبدأ نقاش ساعتنا الأولى من الحدث المصري. سأل الأخ أبو عمار، الفلسطيني بنقول حرد من اللجنة المركزية وراح استقر في بغداد يعني. بس كان رأيه مختلف مع رأي أبو عمار. واحد طلع من الغرفة وأطلق النار للمرة الخامسة على أبو جهاد. صرخت بس بأعلى ما عندي من قوة ومن صوت. الشيء الوحيد اللي عملته إني ركعت على الأرض وقعدت أحكي مع أبو جهاد، أكلمه، أحس نبضه، أشوف في إمكانية للحياة ولا لا. بركة الدم عم تكبر، كانت تكبر وتكبر. لما وقع المسدس فكرتي للحظة أنه تاخذي المسدس وتطلقي النار؟ انتصار الوزير أم جهاد، الذاكرة السياسية، الجزء الخامس، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. الإعلام قد ينتقد. هذا يؤكد بأن الإعلام السوري تمكن من فضحهم، تمكن من ضرب إمبراطوريات إعلامية حقيقية يقف خلفها ليس فقط المال وإنما القرار السياسي. قد يهاجم. بعض القنوات الفضائية العربية التي يصح تسميتها بالعبرية قد يهدد. فيما يتعلق بما تروجه قناة العربية، إذا كانت عم تحاول
لتخويف الشعب السوري، فأعتقد أن الشعب السوري أوعى. الإعلام يتهم. قناة العربية نقلا عن مصادرها الخاصة قتلت لنا 30 شهيد. كنت أشاهد قناة العربية، وكانت هذه القناة تستضيف إرهابيا يترأس إحدى مجموعات الإسلاميين في حلب. هذا الإرهابي كان جالس في اسطنبول وتستضيفه قناة العربية ويشاهده الملايين من الناس. الإعلام لا يتوقف عن قول الحقيقة. أهلا بكم. في الأسبوع الماضي استقبل منفذ السلوم البري جثتين لمواطنين مصريين لقي مصرعهما بصحراء مدينة طبرق الليبية، ذلك بعد أن ضل طريقهما في رحلة هجرة غير قانونية. قرية دقوف كان من نصيبها 2 من أبنائها الذين توفي في هذه الرحلة. الناجي الوحيد من المصريين الذين ضلوا طريقهم في صحراء ليبيا قال لبرنامج الحدث المصري إنه تسلل الحدود المصرية الليبية بصحبة 60 شخص. 60 شخص دول كانوا من محافظات مصرية مختلفة، فضلا عن 12 سوداني كانوا في طريقهم من مدينة بنغازي الليبية للعمل هناك، إلا أنهم في النهاية ضلوا الطريق خلال سيرهم، وهو الوحيد الذي أنقذه أحد السائقين وسائق شاحنة تحديدا بعد 12 يوما من السير. عن الآلام والأحزان التي عايشها أهالي الضحايا حديثنا اليوم مع ضيفي في الاستوديو، الحاج فزاع عطية والد الضحية بدار. أهلا بحضرتك. أهلا بك. تعزينا. أهلا بك. والأستاذ فتحي محمد إبراهيم أحد أقارب الضحية محمد شعيب. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أستأذنكم قبل ما نبتدي نقاشنا نقف أمام هذا التقرير الذي أعده الزميل أيمن عبد القادر. قرية داغوف غرب مركز صمالوط في محافظة المنيا، قرية يسود طرقاتها الحزن بعد موت 2 من شبانها في الصحراء الليبية حاول عبور الحدود المصرية الليبية بحثا عن عمل. فصل جديد من قضية الهجرة غير القانونية. لما أنا ما كنتش راضية عليه خليه يمشي، فجيت أقول له ما تمشيش يا محمد، مش عارفة ليه، خليك يا حبيبي لما أخوك يجي ولا حاجة. مرضي قالها يما همشي، زيكت يما حلو، أنت عارفة أبويا عيان وأنت عيان، أنا عندي السكر، الراجل عنده السكر. ضاق الوادي الخصيب بأهله وارتفع معدل البطالة في مصر، ولم تعد هناك فرصة عمل في هذه القرية الفقيرة، ما دفع بالكثيرين من شبانها إلى البحث عن عمل خارج حدود الوطن. نظرا لصغر سنهم وعدم توفر المال لاستخراج أوراق رسمية، فاضطر بعضهم إلى السفر غير القانوني عبر دروب الصحراء الليبية، فراحوا ضحية احتيال المنتفعين بفقرهم الذين تركوهم فريسة لبحر الرمال العظيم والعطش والجوع. 8 أيام في صحراء في مكان على بعد 400 كيلو في الوديان، لا ميه ولا أكل ولا أي حاجة. هو في بعد كده حاجة تانية؟ فده كله منين؟ من جوعهم في مصر. بالنسبة للشباب اللي لما يخرج ده، اما يخرج غصب عن أنفه، إن البيت فيه بال4 و5 مؤهلات عليا ومؤهلات متوسطة ومش لاقيين أي عمل خالص. يخرج ليه من غير طريق شرعية؟ لو الدولة موفرة له وسائل المعيشة مش هيخرج حتى يشغلوهم. بالواقع كل اللي خارج ما يرمى ما يتلقح في النار بسبب البطالة. بدار فزاع ابن 15 ربيعا، ومحمد شعيب ابن 21 عاما، شابان في عمر الزهور، ماتا جوعا وعطشا في رمال الصحراء الليبية. كان من الممكن أن تترك جثتاهما هناك لولا وجود بشار عبد السميع الناجي الوحيد من رحلة الموت، والذي استطاع عبور الصحراء وتسليم نفسه للسلطات الليبية، وبمساعدته استطاعت السلطات العثور على الجثتين. كل القصة ان احنا مشينا انا وابن عمي وتونا في الصحراء، بس بعد كده ربنا نجاني وبلغت ورحت جبت ابن عمي وسلمته للحكومة الليبية، وبعد كده استلمته من المركز الطبي. بعد ثورة 25 من يناير ما زال المصريون يحلمون في تحقيق العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية، فهل سيطول انتظار هؤلاء للحصول على لقمة عيش كريمة في بلدهم؟ وهل يستحق السفر للعمل في الخارج التضحية بالحياة نفسها؟
نعم، بعد ما شاهدنا هذا التقرير تحية للزميل أيمن عبد القادر. بداية أستاذ فزاع، يعني أنتوا إزاي عرفتوا بوفاة ولادكم؟ وأنتوا القرية كم عدد الناس اللي طلعوا من القرية؟ يعني واضح إن القرية بيطلع منها ناس عادة كتير يروح على ليبيا. إزاي عرفتوا بداية بوفاة ولادكم؟ علمنا طبعا من لما جه على الجزيرة وتكلم اللي هو بشار، وبعد كده صباحنا الصبح شفنا، قالوا ابتدينا نعرف بقى ان قال انا وابن عمي وكانوا 3 معايا، كنا 6، 3 مشوا في جنب و3 كانوا معايا. 3 كانوا معايا منهم ابن عمه وصاحبه تاني قريب برضه من بلد دجوف جنبينا، احنا ساجد دجوف، الساجد دجوف جنب بلد واحده بس فصلوا بالبحر. فطبعا قال احنا حلفنا ان احنا ما نسيب بعض، نموت مع بعض. هم ليه اولا كان سنه قد ايه؟ سنه حوالي 15 سنه ونص. 15 سنه وانتوا سبتوه يسافر لوحده، يعني يروح يسافر في دوله ثانيه؟ ما سبناش بمزاجه، احنا ده هو طلع قانوني في الاول بجواز سفر. وراح قعد 2.5 شهور، ثالث شهر اتمسك وجي مرحل. فكان ماشي قانوني. وليه اتمسك لما هو طلع قانوني؟ لما ده في الاول كان طلع قانوني. ده ثاني مره يمشي دي. هو في بدايته كان في ثاني اعدادي في الاعداديه، وبطل التعليم لسوء الحال، يعني ان المعيشه طبعا لازمنا حاجات كثيره واخواته صغيرين وطبعا ناقصنا كثير، وانا واخد دبلوم من 93 لغايه دلوقتي ما اتعينتش ولا في اي حاجه نعم. وطبعا المعيشه طبعا ضيقه في الارياف عندنا. نعم. ما فيش توفير مثلا اي حاجه مثلا ان احنا نقدر نجاوب مثلا مع تعليم الاطفال والمعيشه والمريض والكده، طبعا ده كله ايه قليل عندنا في الارياف. فطبعا العيل قال ده انا يا ابويا انا هقعد واقف معاك طبعا عشان اساعد في اخواتي، في تعليم اخواتي وفي تطليعهم وبيتهم وكله. فعمل كده لما انا خلاص اكدت قلت تعليمك هتضيع وده كله انا اقدر، وقال لا انا عارف محدود نفسي. فطبعا لما لقيته مصر طلعت طيران في الاول قانوني. جيت انا مره لما ترحل جيت انا مره راح طب هو ترحل ليه اما طلع قانوني؟ انا عايز افهم. اتمسك كانوا بيمسكوا بس مولبين، مفيش كرامه لمصر هناك. في ناس كانت معاه اقامات وورقه رسمي و100 ويمسكوهم ويبهدلوهم، وفي اللي ما يفرغوا فيه، في اللي ما يقتلوه عادي جدا، وفي اللي ما يشتغل ويقولوا التعدي لا تتقتل. حكم صعب جدا، يعني هم هنا لما ينزلوا مصر عندنا اما ياخدوا واجبهم وكرامتهم فوق الرؤوس تمام التمام و100 وبيخشوا بجواز سفر من غير اي حاجه. احنا عشان نروح اللي ما يطلع طيران ويطلع كده متكلف بتاع 6000 جنيه ويخش هناك طبعا وما يتهان ويتبهدل ويتاكل حقه ومالوش حق هناك ولا ليه كرامه هناك. طيب انتوا ازاي عرفتوا ان هو، انت قلت لي انه عرفتوا من التلفزيون، طيب بعد ما عرفتوا حد تواصل معاكم او انتوا كلمتوا مثلا خارجيه؟ فسنام اتكلم في التلفزيون على الجزيره في الليل طبعا حوالي الساعه 10. ارن هو بالتليفون على اخو مراته وقال له وسلم عليه والتليفون فصل. ما قالش انا فين عاد بقى، كنا ما نعرفش فين لغايه الاتصال ده. بس عرفت ان هو في ليبيا يعني، بس فين تحديدا مش عارفين. عرفنا ثاني يوم في الصبح لما جه على التلفزيون طبعا عرفنا احنا طبعا ان هو فين وابتدينا عاد بقى الناس طبعا جيراننا اللي هم ليله واحد وكنا اتصالات مع بعضينا ان احنا وصلنا لاولادنا نقول لكم وانتوا وصلتوا تقولوا لنا، فبلغونا برضه ان هم في المكان الفلاني في طبرق مثلا في الوادي ده. فطبعا احنا سالنا وبعد كده ابتدت بقى ليه انت تتنشر عاد بقى من هناك ويسال وهو يقول على حاجه اللي حصلت معاه. ولما جه طبعا استفسرنا منه وقلنا طبعا قال احنا قعدنا ودونا في المكان ده كنا حوالي 400 واحد او 300 واحد مع بعضينا كلنا من الجمهوريه كلها مش من مكاننا احنا بس. كلهم مصريين؟ ايوه كلهم مصريين. قال لك توزع بقى تيجي العربيات تاخد مثلا وتطلع اخر 4 عربيات اللي احنا كنا فيهم دول اللي هم خدونا ودونا عن طريق الوديان ده على بعد 400 كيلو وراحوا نزلونا. قعد واحد يسال منا ويقول له ليه طب انت احنا هنا نعمل ايه؟ طب ما فيش لا اكل ولا ميه ولا شرب ولا اي حاجه راح نكحوا بدبشق البندق هنا فتح له الحته دي. ده واحد من اللي كانوا من ضمن 60. فطبعا لما عمل كده ودول ناس معاهم سلاح وعربيات مجهزه طبعا ما قدرش يتكلموا سلموا الامر لله. قال له هنقعد طبعا هنا لما يردوا علينا مثلا او فهم سابوهم على اساس ان حد يجي تاني ياخدهم. سابوهم وقالوا لهم كده. قعدوا هم يوم واثنين في المكان ده. قعدوا اول يوم وبيتوا وثاني يوم الصبح خدوا ومشوا على بعد يعني من الصبح لغايه الساعه 2 من حوالي الساعه 7 الصباح لغايه الساعه 2 بعد الظهر عشان يلقى اي منجا يعني ما لقوش راح يقعدوا مكانهم تاني في المكان بعيد. رجعوا نفس المكان. أيوه. طب فتحي انت برضو محمد شعيب قريبك كان برضو نفس الموضوع؟ كان في نفس. طب كمل لنا انت، يعني هم سابوهم في المكان ده وقالوا لهم هنيجي ناخدكم، محدش جه خدهم وبعدين؟ محدش جه خدهم سيادتك، هم بدأوا بقى يتمشوا
بدا يمشوا، يعني مشوا. انا عارف ان هم اتفرقوا، يعني كل واحد راح، يعني كل مجموعه راحت في حته. هم كانوا 6 ماشيين مع بعض. اول 3 تعبوا من منطقه اسمها طرفه، فهمتني؟ اول 3 تعبوا دول ايه؟ اتعزلوا، وكان بدار والمرحوم محمد وبشار، دول ال3 فضلوا مع بعض. بشار ده اللي هو نيجي، اللي هو نيجي اللي هو حكى لكم القصه، اللي هو نيجي. بشار انا كنت في ليبيا اصلا. انا كنت في ليبيا ورحت انا اللي استلمتهم من المستشفى، مستشفى الطبرق، وجبتهم. فهو نيجي بشار اول واحد مات المرحوم محمد. من الجوع والعطش يعني توفى. فهمتني؟ ده اول واحد توفى فيهم. جه الثاني بدار توفى بعد محمد ثاني يوم. ونيجي بشار عدى لقى وادي نزل فيه، لقى واحد راعي غنم. هو لقى جفه كده فضل ياكل فيها بتاع غنم. والمهم ايه؟ عطشه ياكل الاكل بتاع الغنم. ياكل الاكل بتاع الغنم. وعطشه بميه بالريقه، وقال له ايه؟ انت ما تقعدش هنا، انت تمشي، عشان انت لو حد جه لقاك هنا هموت انا وانت. فانت تمشي. مشي تاني، فضل ماشي لما جاب الواحد. راح خده عنده، اللي هو السواق. السواق خده، فهمتني؟ وقعدوا وسلموا تاني يوم. يعني هم قعدوا 6 ايام في الصحراء ميتين، 6 ايام متوفيين، اللي هو محمد وبدار. تمام. رجعوا تاني بقى، هم رجعوا معاه الشرطه، رجعت معاه عشان يشوفوا الناس اللي ماتوا. رجعت الناس الشرطه معاه، ما رضوش يشيلوا ايه؟ الجثث. قالوا تشيل انت. احنا ما نشيلش، شيل انت. ما كانش راضيين يشيلوا معاه الجثث. هو فضل يحافر مع نفسه، وهو كان تعبان اصلا. شال الجثث وراح ايه؟ مودينا مستشفى الطبرق. جيت انا كنت في البيضه، وجيت من البيضه على طبرق. انت كنت اصلا في ليبيا ساعتها؟ انا كنت في ليبيا. انا دريت الخبر هناك على الجزيره لما بشار طلع. كنت انا داير الف عليهم اصلا في الاقسام هناك، كان بيقولوا امسكوا في الحته الفلانيه، امسكوا في الحته الفلانيه. واقول له مطلعهم ده المسؤول عنهم واحد اسمه هيثم. فهمت عليا؟ هيثم ده مسؤول عنهم، اللي طلعهم من هنا. هو اللي طلعهم من هنا. ده المفروض يتحاسب يعني. طب هو وانتوا بس قبل ما يتحاسب، مش انتوا المفروض تتحاسبوا؟ يعني انت مش شايف ان انت مثلا، يعني انت حاج فزاع، اتفضل، واستاذ فتحي، انتوا طلعوا اولاد صغيرين عشان يعني هم عايزين فلوس، وانتوا عارفين ان هم ممكن يموتوا، او في شك على الاقل ممكن يموتوا، ده صح؟ صلى على النبي. هم طلعوا بدل المره 2 قبل كده، طالعين من نفس الطريق. انا قصدي في مخاطره يعني. ماشي، هي فيها مخاطره، بس العيشه صعبه. يعني العيشه صعبه، العيشه هنا في مصر. وهو عنده والده راجل كبير في السن، والدته مره كبيره في السن، والاثنين عندهم السكر. فهمت عليا؟ وهو الوحيد اللي كان يعني ايه، ساعة ربنا يعني، ربنا يتولاهم. طب يا حاج فزاع، طب انت ابنك هل يعني هان عليك ان انت يعني تخليه يروح، وحتى لو في مخاطره، يعني الاب يعني لو في مخاطره ان ابنك ممكن يحصل له حاجه، مش يموت يعني يحصل له حاجه، يعني ازاي هان عليك ان انت تخليه يروح كده؟ ما هانش عليا طبعا. انا قلت لك قبل كده، انا طلعت طيران رسمي، وكان معاه جواز سفر، وهيطلع طيران رسمي تاني برضه، لغايه ما يوم ما مشي هو اتفق مع ده. هم اللي اتفقوا معاه، اللي هو اللي بيقول لك عليه الاخ ده، اللي هو الاخ اللي طلعهم، اتفقوا معاه وتمام. انا من غير ما حتى والله ما قابلته، اللي هو هيثم محمد رجب، اللي هو طلعه ده. طب واللي طلعه ده بلغته عنه؟ والله ما غير عنه. ده هو اختفى بعد ما حصل. مش هو عندكم من نفس البلد؟ لا، من بلد قريه اسمها طرفه. هو لما اختفوا هم هو قعد بقى من يوم ما اختفوا، كان معانا في اتصالات قبل ما يختفوا. بعد ما اختفوا منع الاتصال عنا. فانا طبعا لما عرفت هو جنبي طبعا، وابن اخويا اللي هو النجا بشار ده، هو اللي طبعا اللي قال لابني، قال انا ماشي مع فلان، والله العظيم انا ما حضرت كلامه ولا قابلته شخصيا قبل ما يمشي مع ابني، لان ابني طلع طيران رسمي، وكنت هطلع طيران رسمي تاني. طب انت ووالدته يعني ما سمعتوا الخبر في التلفزيون، كان يعني ايه اللي حصل ساعتها؟ طبعا كان في تاثر كبير طبعا ما فيش بعد كده تاثير بعد كده، يعني كان الواحد يتمنى اكون انا بداله في الوقت اللي، لان انا والله انا ما كان هينفع يطلع ابدا كده، لان انا عارف الغلط من الصح. نعم. بس يبقى طبعا هم دول لما عملوا كده، بعد ما المفروض ياخدوا خط سيرهم، خدوه مثلا بعلمنا من غير علمنا مثلا، وبلدياتنا يعني ناس عارفينهم،
المفروض عليهم يمسكوا خط سيرهم لغايه ما يسلموا المكان اللي هم رايحينه. طيب انا دلوقتي معانا احنا على التليفون بشار عبد السميع، ده اللي نجا او الناجي الوحيد من المصريين المفقودين في ليبيا. بشار اهلا بيك معانا في برنامج الحدث. اهلا وسهلا يا شريف. بشار احكي لي يعني تفاصيل اكتر عن الرحله بتاعتكم. انتوا ليه سابوكوا؟ يعني هل مش الاتفاق ان هم يسلموكوا يعني مجموعه تسلمكوا المجموعه في ليبيا ومجموعه لمجموعه اخرى، ليه سابوكوا؟ اشمعنى انتوا اللي سابوكوا؟ والله يا باشا ما انا اعرف، يعني ان احنا الاتفاق بتاعنا ان واحد يسلم لواحد. بس فجأة مرة واحدة قلنا نفسنا في الصحراء طويلة عريضة، شمال يمين صحراء ما فيش أي حاجة حوالينا. طيب انت بتقولي يعني او هم كانوا بيقولوا ان مشيت حوالي 12 يوم في الصحراء من غير اكل وشرب، يعني احكي لي التفاصيل دي. احكي لك تفاصيل مشيت يعني والقصة كلها؟ يعني بايجاز كده احكي لي انت ايه اللي حصل بعد ما سابوكوا، انت رحت فين؟ يعني رحت في اي اتجاه تحديدا؟ وهل مثلا كان اما قابلت الراجل ده ليه ما رضيش يساعدك، اللي هو راجل راعي الغنم، ليه ما رضيش يساعدك في الاول وكان خايف؟ لا تحديدا انا مشيت على شروق الشمس، انا اعرف اي بني ادم ثاني ومش عارف اي اتجاه يمشي على شروق الشمس. فانا مشيت على شروق الشمس يوم واثنين واربعه. اول يوم اول 3 ايام طلع محمد شاهد مصطفى، محمد مصطفى شايف ولا مات؟ توفى سبلته وبريت على الدكتوراه وسبته مشيت كملت انا وابن عمي. طب اول ما مات يعني اما مات منكم واحد كان يعني حسيتوا بايه ساعتها؟ اما مات منكم واحد معاك زميلك كان معاك في نفس الرحله؟ احنا اول لما مات واحد تاكدنا 100% وسلمنا امرنا لله وعارفين كده 100% ان احنا ميتين احنا الثلاثه. اول لما واحد مات مننا. فاحنا قلنا خلاص طالما عايزين نبقى كده ميتين. بس ففوضنا امرنا لله ان احنا متنا، لما طبعا نجيت انا الحمد والشكر الحمد لله وما يرفع على رد وابوسها 100 مره ان انا ربنا نجاني يعني من الموقف سوا. طب وبعد كده اما يعني رحتوا للسلطات وسلموكوا للشرطه، الشرطه عملت معاك ايه؟ احكي لي كده التفاصيل، هل كانت متعاونه معاك؟ دوروا معاك على الجثث؟ عاملوك معامله كويسه؟ ايوه كانت معامله كويسه فعلا، بس كان في شباب يعني شباب من سني انا كده كانت بتعاملني معامله وحشه، معامله زباله. لكن الناس اللي الرتب اللي هي مثلا عقيد الكلام ده كان بيعاملني معامله حلوه، كان مقدر ظروفه ومقدر الموقف اللي انا فيه. طيب حد من الخارجيه او من السفاره كلمك اتواصل معاك ولا ما حدش اصلا كلمك خالص؟ يا باشا في حضرتك واحد اسمه الاستاذ طارق دعروب سفير. يعني من السفاره تواصلوا معاك وكلموك وحاولوا يساعدوك؟ قال له حضرتك احكي له الموقف، حكيت له القصه، قال لي ان شاء الله انت تكون بخير وبسلامه وهتوصل بلدك 100% مرتاح وجيت تتعافى ان شاء الله لمصر وتمام ما فيش اي مشكله. فقلت له حضرتك تطمني ايه اللي هيحصل، هنا بيحصل مثلا في اي ضرر ليا ولا ايه بتاع؟ قال لي لا ما فيش اي ضرر ليك، انت كتر خيرك وقول له انت ما حدش كان هيعرف القصص دي ولا كان هيوصل ليهم. بس بشار انت سافرت قبل كده؟ عملت الرحله دي قبل كده ولا دي اول مره؟ لا اول مره في حياتي اطلع بره مصر، اخري كنت في القاهره باب الشعريه العاده وكنت بشتغل عادي في الشغل. طب يعني بتفكر تعمل الرحله دي تاني ولا بعد اللي حصل يعني بتنصح الناس ان هم ما يكرروش الرحله دي؟ لا طبعا ده انا عن نفسي انا اول واحد لو اوصل الكلمتين دول للعالم كله. اللي لو حد قال لك وامشي ليبيا بالطريقه دي او بالتعامل دوت وهتروح تجيب ذهب وتيجي مسافه 4 ايام 3 ايام، انا ارفض عن نفسي عامه، واحد من البني ادمين. نعم. طيب يعني انت بتقول للناس كلها يعني ما يكرروش التجربه دي، مظبوط؟ بعد اللي انت شفته. طيب احنا بنشكرك بشار. معنا مشاهدينا الان عبر الهاتف السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجيه للشؤون القنصليه والمصريين. سيادة السفير اهلا بحضرتك معانا برنامج الحدث المصري. اهلا وسهلا بيك يا اخي العزيز. سيادة السفير كلمنا عن ما قامت به الخارجيه والسفاره المصريه في ليبيا يعني في الازمه دي، ايه اللي انتوا عملتوه عشان المجموعه دي او يرجع الناس او يتعاملوا معامله حسنه؟ اولا انا سعيد جدا بما ذكره الاخ بشار انه لن يكرر هذه التجربه مره اخرى،
وأنه ينصح الآخرين بعدم تكرار هذه التجربة. ملف الهجرة غير الشرعية ملف شائك وملف معقد. نعم. وأصبحت ظاهرة نعاني منها وتعاني منها كثير من الدول في المنطقة وفي مناطق أخرى من العالم. البحث عن فرصة عمل ومستوى حياة أفضل حق مشروع لكل مواطن. إنما هناك قواعد وهناك قوانين لابد من احترامها. هناك قنوات يجب من خلالها الحصول على التأشيرات القانونية. وأنا بالمناسبة دي يعني أرجو من الإخوة المصريين أن يراجعوا السفارة الليبية في القاهرة أو القنصلية الليبية، هما الجهتين الوحيدتين فقط لمنح التأشيرات إلى ليبيا الشقيقة. أي وسطاء أو أي مكاتب للسمسرة أنصح بعدم التعامل معها على الإطلاق إلا من خلال السفارة الليبية أو القنصلية. طب أستاذ فتحي معانا عايز يوجه لحضرتك سؤال سيادة السفير، اتفضل. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. انت سيادتك بتقول انت التأشيرات بتطلع من السفارة. كمل قول سؤالك بسرعة. انت بتقول التأشيرات بتطلع من السفارة الليبية. ايوه. مفيش تأشيرات بتطلع من السفارة الليبية اصلا. يعني كل التأشيرات بتطلع مضروبة ويطلعوا بيها، كله بالفلوس، كله ماشي بالفلوس. سيادة السفير ردك على هذا الكلام؟ ردي بوضوح مرة تانية، لو هناك مكاتب معتمدة هي معتمدة من جانب السفارة الليبية، فلا بد من مراجعة السفارة الليبية للتأكد أن هذا المكتب مرخص له في التعامل في التأشيرات. كلامي واضح ومحدد. لا يعني اما حد ياخد يعني التعامل مع وسطاء تحت أي ظرف من الظروف. يعني لما حد ياخد تأشيرة نراها الآن، النتيجة الذي نراه الآن. يعني لما حد ياخد تأشيرة من السفارة يدخلون إلى ليبيا الشقيقة بتأشيرات غير صحيحة لسبب أو آخر، ثم نجد أنفسنا في مراكز الهجرة غير الشرعية في ليبيا نبدأ نتحدث عن المشكلة وأين توجد الخارجية وأين توجد السفارة وأين توجد القنصلية. طب اتفضل. مش المفروض يا باشمهندس نعرف يا سيادة السفير نعرف قيمة تأشيرة قد مثلا سعر قد كده، فهمت عليا؟ يعني مثلا ب 2000 ب3 ب4 زي ما بتطلع من ليبيا بتيجي على السفارة الليبية. هم بيديها لكم بسعر اغلى يعني هم بتتباع مزوره وب 6000 جنيه وب 7000 جنيه. ايوه ما هو يا اخي العزيز. من الذي اوجد هؤلاء المزورون؟ من الذي اوجدهم؟ الذين يتردد عليهم من المواطنين المصريين الراغبين في السفر. نعم. طب انا عايز اتاكد من سيادتك ان انا اعرف مثلا التاشيره دي يعني مش مزوره ازاي؟ تروح للسفاره تسالهم مباشره دون وسطاء. يعني حضرتك تنصح اي حد لو تعامل مع مكتب تابع للسفاره يروح السفاره ويتاكد ان التاشيره دي تاشيره سليمه عشان ما يقابلش مشاكل لما يسافر. وان هذا المكتب مكتب مرخص له ومعتمد للسفاره الليبيه في القاهره. شكرا سياده السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجيه للشؤون القنصليه والمصريين بالخارج. يعني حاج فزاع بعد اللي حصل هل ما زال بعض الناس عندكم في القريه بيسافروا بيحاولوا يسافروا برضه نفس التجربه؟ هي يعتبر في ناس سافرت بس قبل ما يجي خبر الناس اللي اتوفت دي قبلها فعلا بيوم واحد بس. بعد كده خلاص ما بقاش حد يسافر. بعد كده طبعا الناس كلها طبعا شافت الغلط قدامها والصح قدامها. والله الناس بتطلع بس انت فتحي انت عارف ناس بتطلع. في ناس بتطلع. ليه بيطلعوا؟ عشان معهمش فلوس عشان مش لاقيين؟ عشان العمليه ما فيش. اصل انا عشان اروح مثلا اجيب تاشيره ومزوره واروح هناك واتمسك وارد تاني يعني اخدها اعدي بيها بالفلوس من هنا من الجمارك الاثنين اعدي بيها بالفلوس وهي معروفه مزوره. يعني بيدفع رشوات ويعدي يعني يعدي بالاثنين. فهمت عليا؟ واروح هناك اتمسك تطلع مزوره ارد يبقى انا دفعت 6000 جنيه. فيعمل كده تاني. بيضطر ان ايه؟ لا انا ادور على ب 4000 جنيه هرابي. فهمت عليا؟ ان انا امشي بطريقه غير شرعيه ما كده بتمسك هناك وبرد. يعني كده طب هو لو حسبنا يعني هو هيدفع 10000 جنيه طب ما كان عمل بيهم حاجه مشروع صغير كان يشتغل هنا، هل ما فيش شغل خلاص فده اللي بيدفعه ان هو يسافر؟ وانا بستلف منك ما فيش شغل هنا، انا بالنسبه لي انا ما فيش شغل.
في الارياف يعني في الارياف عندنا اصلا بتشتغل ايه؟ ما فيش حاجه تشتغلها اصلا. يعني ما فيش اي حاجه مثلا تمشيه. هو لو في حاجه تمشيه، ايه اللي هيمشيه؟ ايه اللي هيجلجبه في الموت؟ ايه اللي هيرميه في الموت؟ يعني اللي زي محمد ده بقول لك بيجري على اهله، يعني بيجري على اهله. يعني ابوه تعبان وامه تعبانه وهو بيجري عليهم. عنده اخواته 2. يعني ازاي امه تضمن ان واحد فيهم يسافر بعد كده؟ يعني انا عايزه ان هي يستغنى عن واحد يسافر تاني بعد كده. مين اللي هيعول الاسره؟ يعني هو اللي بيعول اسرته، يعني هو اللي بيعول اسرته، والدته كبيره في السن وهو بيعول الاسره. هو اللي بيعول الاسره. يعني والده تعبان مريض ووالدته مريضه وكبير في السن وهو اللي بيعول الاسره. ازاي بقى اسره زي كده اتحطمت؟ يعني انا عايز ان هيثم ده اللي هو مطلعهم ده ان الحكومه تحاسبه. يعني تحاسبه على اللي هو عمله ده. ان هو المفروض يطلع من هنا هو يوصله هناك. انت بتاخد فلوس عشان توصله. انت طلعت كذا مره بكده، يبقى انت تاخد فلوس دي خط سير. يا اما في اختلاف بينك وبين الليبي هناك اللي انت بتسلم له بسبب فلوس. ما هو ما بيرموش كده، ما بيرموش 12 يوم في الصحراء الا بسبب فلوس. غير كده يعني هو واخد الفلوس من الناس هنا ومختلفه، وهو مختلف هو هناك. فاضطر ان ده هرميهم عند المصري. هو انت هترجع ليبيا تاني بعد اللي حصل؟ هترجع ليبيا تاني؟ والله انا معايا اقامه اصلا. يعني انت مقيم بطريقه شرعيه؟ انا معايا مقيم بطريقه شرعيه. طب اهل محمد دلوقتي يعني مصيرهم ايه؟ هل حد بيساعدهم؟ هل في الدوله بتقدم لهم اعانه؟ لا. يعني هو العائل الوحيد ولا همش هم عائل؟ لا، هو العائل الوحيد. ان هم اللي كان هو وربنا سبحانه الله وتعالى. فطبعا هو كده ما فيش حاجه اسمها ما فيش يعني يجيبوا منين؟ وهو ست كبيره وراجل كبير في السن. انت شفت الست كبيره؟ يمكن شفتها. شفناها في التقرير. فهمتني؟ ابوه بقى كان رايح خالص، ما كانش ينفع يتكلم في التقرير، ما كانش قادر يتكلم. طب حاج فزاع، يعني السلطات هنا هل قالت لكم يعني ساعدتكم في حاجه؟ وفرت لكم حاجه ولا ما؟ ولا اي حاجه. احنا اساس الغلط كله اللي تمشي فيه ده من قله المعامله معانا، ان احنا مش لاقيين حقوقنا في مصر. ان احنا عايشين عدمانيين عشان مش لاقي قوتك في مصر. كل الحياه الداخليه مثلا مصاريف، مدارس عيال تتعلم كده ما فيش طبعا عندنا. فهو يعني العيل لما اقول لك انا بدل لغايه الثانيه اعدادي وبطل اللي هو تعب عشان ايه؟ اخواته اللي اصغر منه. يعني ده لو لاقي مثلا هيكمل تعليمه، واخوه كمل وده يكمل، لكن ما فيش. وانا واخد دبلوم من 93 لغايه الوقت، قدمت 3 4 مرات عشان اتوظف، ما فيش وظيفه ولا في اي حاجه ولا داخلنا اي حاجه غير فضل الله الحمد لله. ادي المشي اللي هو بيتمشي ده. يعني اللي بيخليكم تروحوا ليبيا بالطريقه الغير قانونيه دي هي الموضوع ان مفيش حاجه. لو اتوفر لكم يعني شغل يعني برواتب معقوله هتقعدوا هنا. ايوه طبعا. مشينا، ما احنا بنقعد وسط اهلنا ونقعد. مفيش حد يتمنى يطلع بره مصر. بس مفيش حاجه اصلا. انا بتمنى ان انا اموت في مصر واعيش في مصر. يعني بتمنى ان انا افضل عايش هنا واموت هنا. شويه راح انا مش هفضل طول حياتي متغرب عشان ان انا اتغرب اصرف على اهلي واصرف على اولادي. هفضل متغرب طول حياتي كده. ما كنتش اعمل كده مش هلاقي اكل. يعني مش هلاقي اكل. مين اللي يقول لك ما فيش طالما ما فيش مسانده، ما فيش شغل، هتضطر ان انت تسافر تاني، والناس برضه هتسافر تاني وهتسمع برضه حوادث تاني. يعني المفروض الدوله توفر مساعدات للناس دي. يعني اللي زي حالاتنا احنا يوفروا لنا شغل. احنا ما قلناش يعني يوفروا لنا اي شغل ان احنا ناكل ونشرب منه. وهل المرحوم ده ايه مصيرهم؟ يعني انا مش عارف اقول لك ايه مصيرهم ومصير اسرهم. يعني ما الله يكون في عونهم يعني من بعد وفاه محمد. طب كلمه اخيره انت عايز تقولها للناس، للدوله، للناس اللي بيحاولوا يطلعوا بنفس الرحلات دي؟ والله انا بتمنى ان ما حدش يطلع بنفس الاسلوب ده. ما حدش يطلع ليبيا. يعني انا لو على نفس الاسلوب ده انا بتمنى ان ما حدش يطلع نهائي. ويعني بتمنى ان انا شفت ده يعتبر اخويا، مش ان انا ابن عمي واخويا، مش بس المفروض ان هو ما اللي تفكر انه يطلع بالطريقه دي، لا انصح انه بلاش ما يطلعش بالطريقه دي تاني. عشان الطريقه دي لا اموت هنا من الجوع، الله غالب عليه، ما هيموت من الجوع، هو كده كده ميت.
عندنا تلتين يعني في. فالغلب خلاه يموت بره مصر؟ بره مصر. الغلب خلاه يموت، يعني اموت بره مصر. ما هو انا رميت نفسي في التهلكه بسبب ان انا رايح اجيب كوتي يعني. فهمتني؟ فانا بتمنى من ربنا يعني ان اللي طالما اتحاسب اللي بيطلع ده، لو اتحاسب عمره ما حد هيطلع تاني. كله يتمنع من كده. يعني يعملوا ايه؟ تبص تلاقي كل اللي يجي يطلع القصه دي يقول لك لا انا مصيري هيبقى زي مصير فلان ده اللي هو اتحاسب. انا بتمنى ان هيثم محمد رجب ده يتحاسب. شكرا فتحي محمد ابراهيم، وشكرا للحاج فزاع عطيه، يعني اقارب بعض المكلومين والذين قضوا نحبهم في الصحراء الليبيه بعد هجره غير قانونيه. فاصل قصير مشاهدينا، وبعده نكمل النقاش حول الهجره غير القانونيه للعماله المصريه في ليبيا، وضيفي السفير يوسف الشرقاوي نائب مساعد وزير الخارجيه لشؤون المغرب العربي. قد تكون إحدى روايات الأفلام التي نراها. وصلنا تقريبا من 2011 لتموز 2013 حوالي 59 عملية، لكنها حقيقة في لبنان. وقت وصل لي مكانه البوابة عرض لي بنص الطريق، عرفت أنا. ظاهرة قديمة جديدة يعيش رعبها ميسورو الحال. الخطف مقابل الفدية، مهمة خاصة. السبت 9:30 على شاشة العربية. سلمت نفسي لمهرب تونسي يشتغل في التهريب منذ عقود. ذهبت في رحلة محفوفة بالمخاطر عبر مسالك صحراوية وعرة. كتائب القذافي كانت وقتها تسيطر على معبري وازن وراس جدير. بعد ساعات وجدت نفسي في نالوت، ومنها انتقلت مع مجموعة من الثوار إلى الزنتان. وفي النهاية كانت العربية أول قناة تلفزيونية تبث مباشرة من الزنتان. أهلا بكم. ما زالت قضية المصريين المفقودين في ليبيا بحثا عن لقمة العيش، واللي تعرضوا لعملية نصب لدخولهم ليبيا بشكل غير قانوني وضلوا طريقهم، بتدفع الناس للسؤال: لماذا لا نسهل إجراءات سفر العمالة المصرية إلى ليبيا عشان نوقف نزيف الدماء ونضع حواجز أمام الأزمات والكوارث التي تتكرر بصورة مستمرة؟ ولا أحد ينكر بالطبع الجهود التي تبذلها وما زالت تبذلها أيضا الخارجية المصرية، اللي شكلت غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة المصريين المفقودين في ليبيا. للوقوف على هذه القضية معي في الاستوديو السفير يوسف الشرقاوي نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المغرب العربي. أهلا بحضرتك معنا سيادة السفير. أهلا فندم. يعني عايز بس حضرتك تشوف معانا مع المشاهدين يعني فيديو للناجي الوحيد بيقول اللي حصل له. نشاهد هذا الفيديو. شكرا. احنا من هنا تاني يوم العيد ومشينا عند يوم الاربعاء في المغرب، كنا عند في سيوه ولا في مطروح، الله اعلم، ما اعرفش المنطقه بالظبط ايه. صباح الخميس الصبح كنا في مساعد، استلمتنا العربيات الليبيه، السيارات الليبيه، نقلنا من حوش لحوش كل يوم بالليل، كانوا ينقلونا من حوش لحوش. اللي هو الحادث اللي حصل انهم رمونا في الصحراء كان يوم الاحد بالليل. قاعد واحد فيوم حب يستفهم المعلومه مثلا سبتها، تسيبونا ليه؟ في حاجه، في حكومه، في خطوره،
راح ضربه بدبشة البندقه في جوه معور. الكل اتهدد بقى، ما حدش قدر يتكلم معاهم ولا يقول لهم مثلا حصل ايه ولا ما حصلش ايه. قمنا مشينا مع بعض كل المجموعه كلها 60. بعد كده لما مشينا فتره لحد الساعه 2 الظهر قالوا لا احنا نفضل ماشيين ومش لاقيين حاجه. ابتدينا ايه نتفرج، اللي يعرف مجموعه مع بعضها ياخدوا مجموعه ويعدوا الناحيه. انا كانت معايا مجموعه 6. في الاول خالص ابتداء المجموعه كنا يجي 11 12 مع العدد تقريبا ما اعرفش، كنت في توهان وما كان معايا ابن عمي وواحد تاني، وكانوا معايا جماعه من بلد اسمها ترفركوم وجماعه تاني. الباقيين تعبوا قالوا لا احنا تعبنا وهنقعد. قلت لهم لا انا ما ينفعش اريح. مشيت كملت انا مشواري انا واثنين معايا اللي هو ابن عمي وواحد تاني. يوم والتاني والتالت راح واحد وقع اللي هو اللي من البلد التاني، مات. سبلته وسبته ومشيت، ما خدتش منه اوراق ولا اي دليل ليه عشان خاطر لو حد وقع فيه يبقى معاه دليل. مشيت كملت يومين برضه نفس القصه. ابن عمي تعب ورحت مسبله وقعدت جنبيه ليله كامله، مش صعبان عليا ان انا اسيبه مثلا في مكانه. مشيت يوم والتاني وقعت في غنام راح. حكيت له القصه قال لي لا ما ينفعش تقعد معايا عشان خاطر هي ليبو ممكن يجي يضربنا بالنار انا وانت. يا عم معلش طب اخد نفس ارتاح. قال لي لا ما ينفعش امشي. طب قلت له ماشي لو سمحت بس ازازه ميه ولا اي اكل ولا اي حاجه. اعطانا رغيفين فينو وعلبه جبنه مثلثات وبتاع وازازه ميه وقال لي عدى. قلت له طب عدل هنا بلد انا ما اعرفش اي اتجاه هنا. راح قال لي لا هتمشي على مدق السياره ده وبعد 40 كيلو ما زال تلاقي فيه قطين وبتاع وفي ناس قاعده هناك. فعلا مشيت يوم والتاني وقعت في سياره ليبيه كانت متدور على جمل تايه في الصحراء. حكيت لهم الموقف راحوا واخدينه حاطينه في القطين دول. قالوا ندور على الجمل ونرجع ناخدك. لقوا الجمل فعلا بعد العصر وجم خدونا راحوا مسلمين المركز امن كمبود مديريه امن كمبود. ومن مديريه امن كمبود بيت ليله وراحوا موديني كتيبه عمر المختار. حكيت دخلت على العقيد حكيت له الموقف كله. قال لي يعني لو وديناك عند الجبل عند الهضبه دي في هضبه كانت في علامه ان انا ايه ما زال مثلا 4 ايام والاقي الجثث دي اسمها هضبه اسمها واد عليه. فعلا راح قال لي لو وديتك هناك هتعرف تدلنا على الجثث. قلت له لا. بقيت ايه كل ما اروح لحته كنت اقول له انا قاعد اهو الاماره التيشيرت بتاعي فلنا بتاع لحد ما وصلت اول يوم قبل المغرب وقعت في ابن عمي. قلت له هو ده. قلت له الدليل بتاع البطاقه الشخصيه بتاعتي اللي هو يثبت ان هو ابن عمي شقيق. عزوني تمام ورحنا قعدنا في الليل جنبيه تمام اتعشينا لما الليل ضل. اتعشينا تمام صبحنا الصبح كملنا المشوار برضه البحث على الجثه الثاني. الساعه 11 ولا 12 الدور كده لقينا العيل اللي كان يغطي في الملايه. رحنا لفيناهم وحطيناهم في العربيه ومشوا هم السيارتين لطبرق المركز الطبي. واحنا كملنا مشوار برضه ما زال ممكن يكون في حد حي في ناس ميته ثانيه نشيلها. ما لقيناش اي حاجه ثانيه من ال60. ورحنا راجعين نكمل التحقيقات. معايا 4 ايام كان تحقيق ليل ونهار. مرات كنت ابقى نايم يصحوني واروح يتحقق معايا تاني. اتحقق معايا والجثه استلمت وانا ترحلت الجثه. سيادة السفير احنا امام مأساة بيراها البعض لناس مش لاقيين سبل حياة كريمة في بلدهم فبيضطروا ان هم يهاجروا بطريقة غير قانونية ممكن يموتوا فيها. زي ما قال احد الاقارب الضحايا اللي كان موجود معايا بيقول انا كده ميت فاحاول يمكن يعني الاقي موتة افضل شوية من الموتة اللي ممكن يموتها في بلده. يعني رؤيتك ليه تكرار هذه المشاكل تحديدا مع الهجرة غير القانونية الشباب اللي بيروحوا ليبيا، خصوصا ان هم بيقولوا او بعض منهم بيقول بصراحة ان مفيش رقابة جيدة من الخارجية على التأشيرات اللي بتطلع من السفارة. طبعا احنا مقدرين الدور اللي بتقوموا بيه، بس تعليق حضرتك على هذا الكلام اللي ذكر في الفيديو وردك على ما يقول البعض بانكم لا تقوم بدوركم بصورة جيدة. لا اود في البداية ان اشكر حضرتك على الاهتمام بهذا الموضوع، لأن الحقيقة هو من الموضوعات المهمة على الساحة في مصر الآن. موضوع الهجرة غير الشرعية الحقيقة من الموضوعات اللي هي مش في مصر فقط، ولكن أصبحت تمثل هذه الظاهرة حوالي من 10 ل 15% من الهجرة القانونية في العالم. وأيضا هذا الموضوع ليس بجديد أيضا عندما نتطرق له الآن، ولكن أود أن أشير إلى أن وزارة الخارجية بالتعاون أيضا مع الجهات المختصة خاصة في وزارة الدفاع والداخلية سواء كان المخابرات الحربية أو في أشياء مماثلة القوات البحرية قامت بدور أيضا لإعادة ما استطاعت من هؤلاء
الافراد، على الرغم من ان هم خرجوا بشكل غير قانوني وايضا دخلوا دوله شقيقه بشكل غير قانوني. نعم. ومن ثم فيجب ان يتم اتباع الاساليب القانونيه. هناك منظومه في وزاره الخارجيه بتضع وفقا لتوجيهات السيد الوزير رعايه المصريين في الخارج كاولويه اولى. نعم. وعلى الرغم كما تعلم سيادتك والساده المشاهدين انهم دخلوا بطريقه غير قانونيه، الا ان وزاره الخارجيه تعاملت معهم ايضا، وقامت السفاره المصريه في طرابلس وقامت ايضا قنصليتنا العامه في بنغازي بادوار كبيره من اجل محاوله حل هذه المشكله. المشكله هنا يعني ليست بجديده، الخطوره في هذا يعني انا من واقع خبرتي الشخصيه كسفير في احدى دول شمال افريقيا. نعم. التقيت بشابين، واحد عنده 15 سنه وواحد عنده 14 سنه. وكان ثمن التاشيره 70,000 جنيه. يعني دفع 70,000 جنيه عشان يهاجر؟ دفع 35,000 جنيه. وكان باقي الجزء الاخر. فطلبت من السلطات اللي هي قبضت عليه ان هم لازم يجيبوهم لي السفاره قبل ما نرجعهم مصر، قبل ما يترحلوا. فقلت له قبل ما يترحلوا لمصر، فقلت له دلوقتي انت لقيته صغير خالص، طبعا السلطات شكت فيه ازاي دخل البلد وازاي وكان رايح دوله اوروبيه اخرى. فقلت له طب احكي لي بالظبط الموضوع ايه كده عشان نيسر لك ونرجعك مصر. نعم. فقال لي ان هو اتفق والده مع بقى اسميها انا تجار الموت، تجاره البشر او تجار البشر او سماسره تجار البشر، انه التاشيره ثمنها 70,000 جنيه، هيدفع منها 35، دفع بالفعل 35، والباقي لما هو يروح الدوله الاوروبيه دي. وقال له هتنزل من المطار هيقابلك واحد معاه تذكره وتاخد التذكره دي وتسافر. نزل المطار ما لقاش حد، فكلمه تاني قال له لا هتروح محل كمبيوتر، ومحل الكمبيوتر هديك التذكره. اتضح ان ده كله وهم وفهم هذه القصه. طب استاذنك سياده السفير، معنا عبر الهاتف الان السفير محمد فايز سفير ليبيا في مصر. سياده السفير اهلا بحضرتك معنا في برنامج الحالات المصري. اهلا وسهلا بك، تحيه لك ولمشاهديك الكرام الى مكانه، وتحيه الى ضيفك العزيز الاستاذ يوسف. اهلا بحضرتك يا فندم. السفير يوسف الشرقاوي، اهلا وسهلا بكم. اهلا بحضرتك. سؤالي لحضرتك سياده السفير، يعني اهالي الضحايا اللي كانوا موجودين كانوا بيقولوا ان السفاره يعني بتعتمد بعض المكاتب، او هناك بعض المكاتب بتقول ان هي معبره عن السفاره، بتطلع تاشيرات هي تاشيرات مزوره وبيدفع فيها هؤلاء مبالغ كبيره بالنسبه لهم، والسفاره ملهاش دور قوي في ضبط هذا الامر حتى في الابلاغ عن هذه المكاتب. لا، السفاره الليبيه لا تصدر تاشيرات مزوره. لا ليست السفاره، مكاتب تقول انها تابعه للسفاره. نحن اعلنا اكثر من مره واعلنا في وسائل مختلفه، حتى في اللقاءات التي خرجت فيها للناس في محطات كثيره، اعلنت ان السفاره الليبيه ليس لها مكاتب وليس لها سماسره وليس لها عملاء او مندوبين. نعم. وحددت اماكن الحصول على التاشيره الليبيه من مكانين في القاهره تحديدا، الملحقيه العماليه والقنصليه الليبيه، وكذلك في اسكندريه القنصليه الليبيه في الاسكندريه. ونحن لا نتعامل لا مع وسطاء ولا مع مكاتب توظيف او سمسره او ذلك. لكن هي مع كل اسف بعض المواطنين طبعا مساكين هم يتعرضوا لعمليات احتيال ونصب. نعم. والبعض الاخر يقوم حقيقه بقصد الدخول للبلاد بطريقه غير شرعيه، لان شرط الحصول على فيزا يقتضي حصولك على شهاده سوابق جنائيه، عدم خلوك من اي سوابق جنائيه، وحصولك على شهاده صحيه انك تثبت لك خالي من الامراض المعديه. نعم. البعض لا يستطيع ان يتحصل على هذه الشهادات ليحصل عليه احكام وكذا، فيلجا الى هذه الوسيله، يدفع ويغامر. نحن الحقيقه نتعاون مع السلطات المصريه الحقيقه بقدر الامكان، هناك مجموعات يتم ضبطها، وهناك نعم. تاشيرات تاتي من الصين مزيفه يتم ضبطها، ونتعاون بقدر الامكان على ضرب هذا الفساد. وانا انا متاكد بعون الله تعالى بتعاون السلطتين الليبيه والمصريه سوف نخلص بعون الله تعالى مصر وليبيا من هذا الفساد الذي يعبث بحقوق وبمقدرات الانسان المصري. فضلا عن ذلك يعرض ليبيا الى مخاطر كثيره، لان نحن مطلوب منا ان نراقب حدودنا
ومراقبة الحدود تقتضي التأكد من عدم الدخول إلى بلادنا إلا بطريقة شرعية. سيادة السفير، لماذا دائما الحدود المصرية الليبية تشهد الكثير من المشاكل؟ قبل أيام أو قبل فترة كان هناك اختطاف لعدد من السائقين المصريين من أحد الأشخاص أو مجموعة مسلحة، قال يعني زعيمها أنه لن يفرج عنهم إلا بعد أن تفرج السلطات المصرية عن ذويه الذين قبض عليهم في مصر. أيضا يعني تعتبر الحدود الليبية هي المنفذ الرئيس للأسلحة التي يتم تهريبها من إلى داخل مصر وتذهب إلى دول أخرى. لماذا لا يتم ضبط الحدود بصورة أكبر، ولماذا المشاكل الكبرى هي في الحدود المصرية الليبية؟ أولا يعني أنا أخشى أن هناك تضخيم لهذه المسألة إعلاميا أكثر ما هي يعني أكثر ما هو يجب يعني. فعلى سبيل المثال هناك مشاكل، النقطة الأولى في سؤالك أن هناك مشاكل في الحدود تحدث دائما، وهذه مع كل أسف لاعتبارات خاصة بحالة ما بعد الثورة. مع كل أسف التهريب المستمر، والتهريب ليس هنا بالدرجة الأولى تهريب السلاح، لكن حتى تهريب المواد الغذائية والهروب من الجمارك وإلى آخره، وتهريب وتدخيل بضائع فاسدة، كل ذلك يحدث أحيانا مشاكل كثيرة. لكن حقيقة مشكلة المنفذ ينبغي تفعيل الخط البحري، ونتحدث كثيرا على أهمية أن الشركة البحرية القطاع العام في ليبيا وفي مصر، القطاع العام خاص بالنقل البحري، لو تعاون على تفعيل الخط البحري نحن نرتبط بخط بحري طويل. هذا من شأنه أن يحل مشاكل كثيرة في التهريب، فضلا عن ذلك يفقد المنفذ حيويته لدى المهربين، وبالتالي يتحول إلى منفذ عادي، لأن البضائع التي يتم استخدامها في التهريب، وهذا طبعا العدد، نحن ثالث دولة في الصادرات المصرية بعد إيطاليا وبعد السعودية تأتي ليبيا ثالث دولة. المنفذ فيه صادرات بضائع، وعبر البضائع يتم التهريب طبعا، لكن لو نقلنا هذه الصادرات بخط البحري لقلت. النقطة الثانية التنمية الحدودية، نحن نطالب بسوق حرة، منطقة حرة وتنمية حدودية، نستطيع أن نحد من هذا التهريب ونغير من مسلك كثير من الناس والشباب الموجودين الغالي من خلال إيجاد فرص عمل لهم. نعم سيادة السفير، نقطتان هامتان. شكرا لحضرتك السفير محمد فائز سفير ليبيا في مصر. أعود لحضرتك سيادة السفير يوسف، رؤيتك أو تعليقك على ما قاله السفير الليبي في مصر. الحقيقة أود أن أشكر سعادة السفير على هذه المداخلة الطيبة، وأود أن أشير أيضا إلى أن هناك تعاون كامل ما بين وزارة الخارجية وأيضا بكافة الجهات المختصة في مصر مع السفارة الليبية، وأيضا دور السلطات الليبية أيضا دور مهم، وتعاون كبير مع سفارتنا في طرابلس، وأيضا قنصلياتنا العامة في بنغازي الحقيقة لحل مثل هذه المشكلات. لكن أود أن أشير أيضا يعني أن هذه المشكلة حتى نستطيع أن نقوم بحلول يعني جوهرية في هذا، تبدأ بحل مشكلة البطالة وإيجاد عمل للشباب. هو مشكلة داخلية. نمرة الرقم الثاني هو محاولة يعني فرض أيضا عقوبات أكثر على سماسرة الموت اللي هم سماسرة تجار البشر هؤلاء. نعم. وأيضا توعية الشباب بأنه إذا كان بيدفع 20 و30 و70 ألف في تأشيرة، فممكن نهتم هنا بالمشروعات في مصر لهم. نعم. وهنا فإنني أقترح مرة أخرى كما كتبت في بعض المقالات في هذا الشأن نحو إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأن احنا عندما نهتم بالقرى وأيضا النجوع والكفور فحسن أن نحد الهجرة من الريف إلى المدينة. نعم. ثم بعد ذلك من البلد إلى خارجها. نعم. بالعمل، لأن الشباب من حقه أن يبحث عن فرصة عمل. نعم. ونحن من واجبنا أن نبدأ، ومن ثم يجب أن نعمل من الآن. نعم. وهذا يتطلب في تقديري أيضا التركيز على عنصر الاستقرار والأمن، لأنه بدون أمن مش هيبقى فيه تنمية، ومن ثم يجب أن يكون هناك حل تنموي. في أقل من دقيقة سيادة السفير، رؤيتك، هل أنت راضي عن ما تقوم به السلطات المصرية والخارجية في حل مشاكل المصريين تحديدا في ليبيا؟ أنا شايف على ضوء إمكانياتنا المتاحة نحن نقوم بدور جيد ونشط من أجل حل كافة المشكلات، وأنه لو التزم من يسافر إلى ليبيا أو أي دولة من دول المغرب العربي أو غيرها
بالشروط التي تضعها الدول من أجل التأشيرات، فأعتقد أن ذلك سوف يساهم أيضا في القضاء على هذه المشكلات. شكرا سيادة السفير يوسف الشرقاوي نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المغرب العربي. نقف الآن مشاهدينا أمام حالة الطقس في مصر خلال ال 24 ساعة القادمة. بصفائها ونقائها مياهنا ضرورة يومية. مدارس التربية النموذجية 55 عاما من الريادة والتميز. تحية طيبة مشاهدينا. مجموعة جديدة من التوقعات المناخية الخاصة في مصر على مستوى الساعات 24 المقبلة. أبدأ هذه المرة من الخريطة الخاصة بتوقعات الأمطار. هناك مجموعة من السحب الركامية الرعدية تتحرك بشكل كبير على المناطق الشمالية، نشاهدها الآن خلفي على الخريطة تحديدا في المناطق الشمالية الغربية. هنا تأثيرات موجودة كانت فوق منطقة البحر الأبيض المتوسط تحديدا الأجزاء الغربية منه، تصل خلال الساعات المقبلة مع توقعات للأمطار حتى الساعات 24 المقبلة، وبالتالي الفترات الصباحية من يوم غد موجودة فيها توقعات للأمطار في الأجزاء الغربية من مصر. نبقى في مصر طبعا ولكن مع فهرس درجات الحرارة والتوقعات لدرجات الحرارة على مستوى الساعات مقبلة. نتحدث عن الأجواء موجودة اللون البرتقالي، وبالتالي نتحدث عن أجواء بدرجات حرارة عشرينية، ما يعني أن الانخفاضات ليست كبيرة جدا خلال الساعات 24 المقبلة على جل المناطق المختلفة من مصر بخصوص درجات الحرارة. عموما سنفصل مع الأرقام بالمدن المصرية المختلفة خلال الساعات المقبلة. نتحدث يوم غد عن أجواء غائمة جزئيا طبعا على جل ومعظم المدن المصرية في الأجزاء الشمالية، توقعات لأمطار حتى على الإسكندرية بالنسبة للساعات 24 المقبلة، في حين أجواء مشمسة غدا على شرم الشيخ والغردقة. وأخيرا أختم كما المعتاد مع الأجزاء الجنوبية وتحديدا مع أسوان على مستوى يوم غد نتحدث بدرجات حرارة 31 درجة مئوية وأجواء مشمسة. الفقرة انتهت مشاهدينا، ودائما في أمن الله وأمانه. فيحة سر النقاء. للاطلاع مشاهدينا على المزيد من الأخبار والملفات المصرية يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت العربية.net، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر، فيسبوك، يوتيوب. فاصل قصير مشاهدينا وتبدأ ساعاتنا الثانية من الحدث المصري. عائداتها تصل إلى 60 مليار دولار سنويا، تسيطر على عقول الكثيرين، تغير نمط حياتهم. وثائقي يكشف الستار عن أسرار صناعة الألعاب الإلكترونية. رحلة الحلم، الجمعة 11 على شاشة العربية. أخبار الأفلام ليست بعيدة عن أخبار الواقع. الشاشة الكبيرة السبت 7 على شاشة العربية. بصفائها ونقائها مياهنا ضرورة يومية. مدارس التربية النموذجية 55 عاما من الريادة والتميز. فيحة
سر النقاء. أهلا بكم مشاهدينا في ساعاتنا الثانية من الحدث المصري نستهلها بأهم الأحداث التي جرت اليوم. أدان مجلس الوزراء التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، واعتبر المجلس هذه التصريحات تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المصري واعتداء على اختيارات الشعب المصري التي عبر عنها في 30 من يونيو. وشدد المجلس على أن استمرار تلك التصريحات قد يعني اتخاذ الدولة المصرية لموقف قد يستدعي إعادة النظر في استمرار العلاقات على ما هي عليه. قال السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن وفدا من نواب ومساعدي الكونغرس الأمريكي سوف يزور مصر نهاية شهر نوفمبر الجاري، وذلك في إطار الاهتمام الأمريكي بالعلاقات مع مصر. وأوضح عبد العاطي إن الزيارة تهدف بالأساس إلى التعرف على الوضع المصري عن قرب، فضلا عن الوقوف حول ما تحقق من خارطة الطريق حتى الآن. نفى محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة ال50 لتعديل الدستور ما تردد عن أن عمرو موسى رئيس اللجنة يقود حملة لإقناع الأعضاء بالموافقة على الإبقاء على مجلس الشورى. سلماوي أكد خلال مؤتمر صحفي أن اللجنة مستقلة تماما ولا تتلقى توجيها من أحد وتتواصل مع كل الجهات، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إقرار 65 مادة في الدستور. نفى الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ما تردد عن تعاقد مصر مع شركة إسرائيلية لتأمين السفن العابرة لقناة السويس. مميش أكد في بيان رسمي أن القوات المسلحة وجهات أخرى هي التي تشرف على منظومة تأمين متكاملة لتأمين المجرى الملاحي وحركة التجارة العالمية، وأكد أيضا أن المجرى الملاحي مؤمن تماما وأن مستوى التأمين حاليا في أعلى درجاته. قال اللواء محمد راتب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون إن الرئيس المعزول محمد مرسي قد تم وضعه تحت الاختبار الصحي، وذلك لمدة 10 أيام لفحص حالته الصحية قبل إيداعه إلى المكان المخصص له لقضاء فترة حبسه. وأضاف اللواء محمد راتب في تصريحات صحفية أن مرسي يرتدي ملابس السجن البيضاء المخصصة للمحبوسين احتياطيا، وأكد أيضا أنه تم قيده في سجلات السجن وتصويره واستيفاء كافة المستندات الواجبة وفقا للقانون. داهمت عناصر الجيش الثاني الميداني المدعومة بقوات الشرطة وتشكيلات الأمن المركزي 55 مقرا للعناصر المسلحة والموجودة بعدد من القرى التابعة لرفح والشيخ زويد والعريش. وألقت القوات القبض على 11 شخصا من العناصر المشتبه بهم في أعمال العنف التي جرت ضد الجيش والشرطة، كان من بينهم 5 فلسطينيين، كما دمرت أيضا 9 منازل و13 بيارة للوقود. انتهى موجز الأخبار مشاهدينا، فاصل قصير ونبدأ نقاش ساعتنا الثانية من الحدث المصري. We know that his regime gave orders to prepare for a chemical attack. They kidnapped children and men from the villages of Latakia and they brought them here, put them in one place and used chemical weapons against them. رفض روسي لمشروع القرار الفرنسي المقدم إلى مجلس الأمن. يعني هم يحسبون كل شيء ولكن ينسون أن هناك شعب سوري. ننوي الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار للأسلحة الكيميائية. هل يكفي أن نقول لهم هاتوا السلاح الكيماوي واستأنفوا قتل الشعب ببقية الأسلحة؟ هذا في إطار استراتيجية السورية الروسية لكسب الوقت. هل سيفلت بشار الأسد والنظام السوري من العقاب؟ لماذا وضعت القضية السورية وقضية معاناة السوريين بالسلاح الكيماوي فقط؟
أي حل سياسي؟ وين هو الحل السياسي؟ لا تخافوا عمو، أنا معكم أنا معكم. Where is this Barack Obama? Meanwhile, I've ordered our military to maintain their current posture to keep the pressure on Assad. موطنها البحر الأحمر، مظهرها يبهر العين، ولكن جمالها ليس إلا وسيلة لخداعك. سمكة الأسد، محطات، السبت 6:30 على شاشة العربية. أهلا بكم. ضربة قاصمة جديدة لجماعة الإخوان المسلمين. محكمة الأمور المستعجلة أيدت اليوم حكما قضائيا سابقا بحظر جماعة الإخوان المسلمين ونشاطاتها في مصر. هذا الحكم يأتي أو اعتبرته جماعة الإخوان رفضا أو يعني حكما سياسيا، واعتبرت رفض الطعن على حظرها من ضمن الأمور السياسية التي تأتي في المرحلة الأخيرة بعد ما حدث وبعد محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي. هذا كله يأتي تأييدا للحكم الصادر في 23 من سبتمبر الماضي، وهو حكم من الدرجة الأولى، والقاضي بحظر أنشطة الجماعة في الدعوة المقامة من حزب التجمع. الحكم الجديد يجوز الطعن عليه خلال 15 يوما، وإذا لم يتم الطعن عليه يصبح باتا ونهائيا. حول تداعيات هذا الحكم وردود الأفعال معي ضيوفي في الاستوديو المحامي محمد الضماطي، وكيل نقابة المحامين والمتحدث باسم هيئة الدفاع في قضايا جماعة الإخوان المسلمين. أهلا بحضرتك. أهلا أستاذ أحمد. شرفتنا. والأستاذ بهاء الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان. أهلا بحضرتك أستاذ بهاء. بهي. ومعي أيضا عبر الأقمار الصناعية السيد صلاح سليمان، المحلل السياسي. أهلا بحضرتك أستاذ صلاح. أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك. أستاذنكم قبل ما نناقش موضوعنا نشاهد في هذا التقرير الذي يرصد ردود الأفعال حول حكم حظر جمعية الإخوان المسلمين دينا سالم والتفاصيل. ملف جماعة الإخوان إلى أروقة المحاكم مجددا. محكمة مستأنف الأمور المستعجلة نظرت في استشكالين: الأول يطالب بإلزام الحكومة تطبيق الحكم الصادر في 23 من سبتمبر والقاضي بحظر نشاطات الجماعة ومصادرة أموالها والتحفظ على مقراتها، والثاني مقدم من محامي جماعة الإخوان طالب بوقف تنفيذ الحكم ذاته. المحكمة أيدت الطلب الأول ورفضت الطعن الذي قدمه محامو الإخوان بنقد الحكم. هذا الحكم من حق أحد أطراف الخصومة الطعن عليه في خلال 15 يوم من اليوم التالي لصدوره. أما التعليق عن الحكم فأنا لم امتنع عن التعليق على أحكام القضاء. الحكم يجب أن ننحني له إجلالا واحتراما، والذي لا يرتضيه عليه أن يطعن عليه بالطرق التي رسمها القانون. وإذا لم يقدم طعن خلال 15 يوما يصبح الحكم نهائيا وباتا ونافذا، لكن بعض القانونيين يستبعدون قيام الإخوان بالطعن على الحكم، حيث أن الجماعة ليست طرفا في الدعوة لانتفاء صفتها القانونية. الحكم صدر في مواجهة وزير التضامن الاجتماعي، فالذي كان يمكن أن يطعن هيئة قضايا الدولة على أساس أنها محامي الدولة. لكن لهم الحق في الطعن على الاستشكال؟ لهم الحق في الطعن على الاستشكال وسيرفض. ليه؟ لأن ليس لهم صفة. تأتي أهمية الحكم لأنه يشمل تنظيم الإخوان بأكمله والمؤسسات المنبثقة عنه. كانت المحكمة قررت تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة أموال الجماعة، لكنها لم تباشر عملها حتى الآن. أناشد الحكومة المصرية بعد أن قامت بتشكيل لجنة وزارية
طبقا للحكم الذي صدر يوم 23 سبتمبر الشهر قبل الماضي، أرى أن اللجنة تقوم بعملها بحظر ممتلكات وأموال جماعة وجمعية إخوان المسلمين العقارية والمنقولة والتحفظ عليها وكل مؤسسة تابعة أو متفرعة منها، ولا بد أن ينفذ، لأن العلم حضرتك حتى لو تم الطعن بالاستئناف على رفض الإشكال لا يوقف تنفيذ الحكم. وبينما تكتظ المحاكم المصرية بدعاوى قضائية ضد تنظيم الإخوان ورموزه وذراعه السياسية حزب الحرية والعدالة، يرجح كثيرون قبول القضاء هذه الدعاوى نظرا للإشكاليات القانونية المرتبطة بتأسيس الجمعية الدعوية والحزب. دينا سالم، العربية، القاهرة. شكرا للزميلة دينا سالم على هذا التقرير. أستاذ محمد، لو بديت مع حضرتك، أنتم لن تستطيعوا الطعن لأن الجماعة ليست لها صفة موجودة دلوقتي الآن، هل هذا الكلام صحيح؟ يعني دعني بس أعقب على أن هناك أخطاء فادحة في هذا التقرير حتى من بعض رجالات القانون الذي تحدثوا في هذا الأمر. نعم. نحن بصدد إشكالين تم ضمهما، إشكال سلبي وإشكال إيجابي. نعم. إشكال مقدم من حزب التجمع بالاستمرار في التنفيذ، وإشكال مقدم من جماعة الإخوان المسلمين بوقف التنفيذ. نعم. دي إشكالات في التنفيذ، فلما يقول واحد أن هذا تأييد للحكم الصادر هذا خطأ فادح، لأن المحكمة كانت بتنظر إشكالات في وقف التنفيذ. أما استئناف الحكم اللي صادر قبل كده هذا موضوع آخر. جماعة الإخوان المسلمين لم تكن طرفا فيه حتى تستأنف هذا الحكم، وبالتالي نحن بصدد إشكالات لم تؤيد الحكم السابق، لكنها رفضت الاستشكال المقدم بوقف تنفيذ الحكم واستمرار التنفيذ. نعم. مفهوم؟ بس يعني الكثير من القانونيين عندما كنت أقرأ عن هذا الحكم، كثير من القانونيين قالوا نفس الكلام اللي ذكر في التقرير، ان يعني هذا يعتبر ضربة للجماعة لأنها لن تستطيع الطعن على هذا الحكم. ما هي الجماعة لم تطعن على الحكم الصادر من قاضي الأمور المستعجلة. نعم. لأنها لم تكن طرفا فيه. نعم. لأنها لم تكن طرفا، لكنها استشكلت في تنفيذ هذا الحكم أمام الدائرة المستأنفة للقضاء المستعجل، وبالتالي لا يعد هذا تأييدا للحكم، هو يعتبر صدور حكم بالاستمرار في التنفيذ. نعم. ورفض الطلب بوقف تنفيذ الحكم. ماذا يمكن أن تفعل الجماعة؟ لا، الجماعة رفع أولا نعم دعوة بعدم الاعتداد بهذا الحكم. نعم. الذي ينظم القضاء المستعجل في قانون المرافعات هي المادة 45 من قانون المرافعات، اللي بتقول يندب قاضي في المحكمة الابتدائية يفصل في الأمور المستعجلة ولا يمس أصل الحق. ده له شروط كثيرة من حيث الاختصاص ومن حيث الشروط. طيب، هل كان القاضي مختصا؟ أنا عايز أقرأ لك رأي الفقه ومن عتات الفقهاء. الدكتور أحمد أبو الوفا قال إيه في الاختصاص؟ القاعدة أن قاضي الأمور المستعجلة يحكم باتخاذ الإجراءات الوقتية في حدود اختصاص الجهة القضائية التي يتبعها، فلا يجوز له الحكم باتخاذ إجراءات وقتية تتعلق بحق النزاع فيه من اختصاص جهة قضائية. تبسيط الأمر إيه؟ إن هذا القاضي مختص بنظر الأمور المستعجلة في الأحوال المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، لكن إذا كان هناك نزاع مستعجل يختص به القضاء الإداري فتختص به محكمة القضاء الإداري. إذا كان هناك أمر مستعجل زي وقف التنفيذ في حكم جنائي نعم. هذا يعود إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الجهة الجنائية. أستاذ محمد، دعني أنتقل. وبالتالي أنا عايز بس أكمل لك إن بالإضافة إلى عدم اختصاص القاضي الذي أصدر حكم اللي تم فيه الاستشكالات دي غير مختص. بس واضح ان في خلاف قانوني، يعني يبدو ان في رؤى قانونيه مختلفه، الامور ليست واضحه تماما. لا، الامور مش مختلفه ولا حاجه، والفقه مستقر على اللي انا قلته، وشروط اختصاص القاضي المستعجل غير متوافره ايضا. ليه غير متوافره؟ لأن الشروط معروفه.
لابد أن يكون الاستعجال مرتبط بخطر داهم، بخطر داهم وهو لم يتحقق. إزاي يبقى خطر داهم لفصيل هو كان يحكم هذا الوطن ثم ينقلب هذا الأمر بقدرة قادر ليكون خطرا داهما على هذا الوطن؟ هي دي القصة. طب يعني من كلام حضرتك انتقل للأستاذ بهي. أستاذ بهي، يعني تعليقك على هذا الحكم، وهل يعني الجماعة تقول أن هذه أحكام سياسية وأن هناك محاولة من جانب السلطة المصرية الآن أو سلطة الدولة المصرية لإزاحة الجماعة جانبا، وهي تمثل شريحة كبيرة من وجهة نظرها في الشعب المصري؟ أنا مش هعلق على الحكم، ولكن الحكم شئنا أم أبينا بصرف النظر عن مضمونه هو أحد أدوات الصراع بين النظام الحالي وبين جماعة الإخوان المسلمين. الصراع ده هو بيجري بوسائل مختلفة، من ضمنها طبعا المواجهات المسلحة أحيانا، المواجهات بالكتل الجماهيرية من خلال مظاهرات، مواجهات سياسية من خلال بيانات ومواقف. فأحد الوسائل المستخدمة في هذا الصراع هو القضاء ذاته بصرف النظر عن مضمون الأحكام. القضية يعني مش بس القضية اللي احنا بنتكلم عليها، ولكن القضايا المختلفة. فإنه في إطار هذه المواجهة كل طرف بيحاول إنه هو يضعف قوة الطرف الآخر. فالتقرير بيتكلم عن ان دي ضربه قاسمه لجماعه الاخوان المسلمين. انا الحقيقه مش متصور انه الحكم بصرف النظر عن مضمونه ان هو بيشكل ضربه قاسمه. الضربه حصلت اوريدي بالحدث في 30 يونيو ثم 3 يوليو، دي الضربه القاسمه الحقيقيه. الباقي هي خطوات في نفس الاتجاه. الحكم بيجي في نفس الاتجاه، والاحكام القضائيه اللي قد بس يعني كلام حضرتك فيه اشاره ان الاحكام قد تاخذ بعدا سياسيا. انا ماليش دعوه بمضمون الحكم، انا بتكلم انه في اطراف سياسيه بتتبارز. نعم. فانه في حكم قضائي، اذا صدر مثلا حكم قضائي لصالح جماعه الاخوان المسلمين، ما هو بالمعنى ده هتستخدمه برضه كاداه في نفس الصراع. في بيان بيطلع مثلا من هذه الحكومه او تلك، سواء اذا كان حكومه عربيه او غير عربيه، ده يعني ده احد ادوات الصراع. اللي بيخلي ان الحكم ده تاثيره محدود، احنا بنتكلم في النهايه على تنظيم سري. بالضبط. يعني ما هذا مع كل عشرات السنين، احنا عندنا جمعيه، ولكن الجمعيه دي مش بتعبر عن التنظيم، دي عباره عن ملف في وزاره التضامن. صحيح. عندنا حزب، مع كل الاحترام للشخصيات اللي في الحزب ده، هو ملف ايضا في لجنة الأحزاب. القيادة الحقيقية للجمعية وللحزب هي التنظيم الذي ليس له وضع قانوني، ليس له حسابات بنكية محددة، ليس فبالتالي التنظيم ده هو شئنا أم أبينا في حكم زي ده هو أو غيره. التنظيم طالما إنه هو عنده القدرة إنه يواصل هيواصل، لو سواء في هذا الحكم او ما فيش. هو ده الموضوع. للاستاذ صلاح. استاذ صلاح، الحكم سياسي كما تقول الجماعه ام ان الحكم جاء وفقا لصحيح القانون؟ بعد 30/6 اصبحنا امام دوله القانون. نعم. بدليل اذن لي وهم ان الحكم سياسي، ده كلام لا يليق ولا يصح ان يصدر من محامي له مثل هذه الخبرة وهذا السن اللي أنا بحترمه وأقدره الأستاذ ضماطي. ده كلام لا يليق إطلاقا. ليه؟ لازم نفرق بين حاجتين، بين جماعة الإخوان وتنظيم اللي هو التنظيم، وجمعية الإخوان. نعم. جمعية الإخوان المفروض أنها مشهرة طبقا لقانون ال 84 لسنة 2002 اللي بينظم عمل الجمعيات الأهلية، وهي دي محل الحكم. جماعة الإخوان هذه جماعة لا تخضع لقانون، لا ينظمها قانون، هي جماعة أمر واقع، جماعة أعتقد أنه حان الأوان
أن يتم توصيفها لكونها جماعة إرهابية لما قامت به وليس لموقف ولكن لأدائها. إحنا أمام هذه الجماعة التي تقوم بإخفاء أنشطتها وراء ستار قانوني هو جمعية الإخوان المسلمين. ردا على صديقي وزميلي الأستاذ محمد الضماطي الذي يتحدث عن عدم اختصاص المحكمة، لا، المحكمة مختصة، والتقرير في ألفاظه ومفرداته جاء صحيحا ومطابق للقانون. ليه؟ لأن التقرير يتحدث عن رفض محكمة الأمور المستعجلة بدائرة استئنافية للإشكال المقدم من جماعة الإخوان من جمعية الإخوان لإيقاف تنفيذ الحكم الصادر بحظر نشاط جمعية الإخوان وما ينبثق عنها. هنا الدولة قامت بإرساء مفهوم دولة القانون بأن استصدر حكم من محكمة الأمور المستعجلة لمواجهة خطر داهم يتمثل في وجود كيان يخرج منه كيانات غير قانونية، كيان قانوني يخرج منه كيانات غير قانونية تستطيع أن تجعل منه ستارا لتمويل هذه الأنشطة الإجرامية الإرهابية وأنشطة وكذلك لغسيل أموالهم وما إلى ذلك. إقامة دولة القانون تم الحصول من محكمة مختصة لمواجهة خطر داهم بإيقاف عمل وحظر هذا النشاط الذي خرج عن القانون 84 اللي أنشئت بموجبه هذه الجمعية غيلة بليل بالمخالفة لكل الإجراءات اللي نص عليها القانون. نعم أستاذ صلاح، يعني لو انتقلنا للأستاذ محمد، أستاذ محمد تعليقك على هذا الكلام، لكن في البداية أود أن أقول لك ما قاله القاضي في حيثيات أو أسباب الحكم السابق. قال أن جماعة الإخوان قد اتخذت من الإسلام ستارا لها ولأنشطتها المنافية لصحيح الإسلام والمخالفة لأحكام القانون، واجترأت على حقوق المواطن وأهدرتها، وافتقد المواطنون في ظل توليها للحكم لأبسط حقوقهم في العدالة الاجتماعية والأمن والطمأنينة. يعني القاضي يكتب ما يشاء. أنا من وجهة نظري أن هذا الحكم هو موضوع إنشائي أكثر منه حكم مسبب. والحديث يعني الواحد بيأسف من الحديث الهلامي. يعني إزاي جماعة كانت تحكم هذا الوطن، اسمعني بس، كانت تحكم هذا الوطن في المجلس النيابي لهم استحقاقات أكثر من 50%، في انتخابات الرئاسة استحقاقات أكثر من 50%، في الاستفتاء على الدستور أكثر من 50%، في الاستفتاء الأول في 19/3 أكثر من 77%. التساؤل الذي يطرح نفسه إزاي هذه الجماعة تنقلب مرة واحدة وبين عشية وضحاها إلى جمعية إرهابية؟ أنا لست إخوانيا ولا أنتمي إلى أي تيار إسلامي، ومعروف أنني أنتمي إلى تيار آخر وفكر آخر قد يتناقض مع فكر جماعة الإخوان المسلمين، ولكننا عندما نكون مواطنين نخدم الوطن لابد ألا تعشش في أذهاننا الأساطير. ونحن نؤكد مرة أخرى أن دفاعنا عن الإخوان المسلمين ليس دفاعا عن أشخاصهم، ولكن دفاعا عن الشرعية التي داستها هذه الدبابات والمصفحات المجنزرة يوم 3/7 تحديدا. عايز اقول لك، طب استاذنك بدايه بس اروح للاستاذ يعني صاحب الدعوه الاستاذ محمود عبد الله، وصاحب دعوه حظر انشطه جمعيه الاخوان المسلمين. استاذ محمود اهلا بحضرتك معانا برنامج الحدث المصري. مساء الخير. مساء النور يا فندم. يعني تعليق حضرتك على ما قاله الاستاذ محمد الضماطي، وتعليقك على ما يقوله البعض من ان هذه الاحكام هي احكام سياسيه تاتي لنصره السلطه الحاكمه الان في مصر. اما عن كونه الكلام حوالين انه حكم سياسي وانه حكم بيرضي السلطه والكلام ده، الكلام ده لا يصح ان يقال، لانه احنا اتعلمنا اننا نحترم احكام القضاء، ومن لم يرتضي حكما عليه ان يطعن عليه. جمعيه الاخوان المسلمين استشكلت في الحكم وصدر حكم في الاشكال برفضه والاستمرار في التنفيذ، وهم أقاموا دعوة ولجأوا إلى القضاء، وده حق قد يصل لهم الدستور، وأقاموا دعوة عدم اعتداد أمام محكمة جنوب القاهرة بالحكم، وسننتظر حكم القضاء. وإذا صدر حكم لصالحي أنا همتثل لده،
واذا صدر حكم ضدي انا هنحني اجلالا واحتراما، واذا لم ارتضيه اطعن عليه بالطرق التي رسمها القانون. يعني اذا صدر حكم، الشق الثاني من السؤال، اذا صدر حكم لصالحك يعني هل يعتبر الجماعه امرها انتهى قانونيا ليس له وجود قانوني؟ لكن اذا صدر حكم ضد اتعلمت انه لما يصدر حكم قاضي عليه ان احترمه وانحني له، واذا لم ارتضيه اطعن عليه بالطرق التي رسمها القانون. لكن التعليق على احكام القضاء ووصفها تارة انها سياسيه وتارة انها لصالح السلطه ده كلام لا يصح ان يقال. لاننا رجال قانون ونحن نتغير دوله القانون ودوله المواطنه ودوله تحترم فيها حقوقنا، ونبطل بقى ان احنا كرجال قانون نسيد وعي عام بين الناس كل ما يصدر حكم نتطاول على هذا الحكم. هذا الكلام آن الأوان ان ينتهي الى الابد. هذه واحده. الثانيه الاستاذ الزميل محمد الضماطي، وهو صديق عزيز وانا اعرفه جيدا وبحييه وبمسي عليه، بقول له يا استاذ محمد اهلا يا استاذ محمود، صحيح ان هؤلاء الناس حصلوا في استفتاء مارس على اغلبيه وحصلوا الى اخره الى ان تمكنوا من السلطه. لكن هقول لك يا استاذ محمد انهم شيدوا هذا البناء على 4 دعائم. دعامه المخاتله والمخادعه عندما قالوا انهم يقبلوا بالديمقراطيه وبالتعدديه. واصدر رئيسهم محمد مرسي فرمان لم تشهده تاريخ مصر الحديث من ايام محمد علي. رجل اراد ان يحكم وكانه يحكم بامر الله. في الشعب المصري وكلنا شفنا الكلام ده. الدعامه الثانيه وانت عايشتها يا استاذ محمد ضماطي، المغالبه داخل مؤسسات المجتمع المصري ونقاباته، وكانوا دائما يزعمون انهم يشاركوا وهم في حقيقه الامر يخدعوا الشعب المصري، يخدعونه ويحتفظوا بغلبه اتخاذ القرار داخل هذه المؤسسات. الدعامه الثالثه هي الاستعلاء علينا بالدين، وهو الخلط المتعمد بين المطلق وبين النسبي المتغير على الارض، ويتوحدوا مع المطلق. يعني الواحد منهم التفسير الذي يفسره يختلط بالنص الديني، وحاشا وجل لكلام الله عز وجل ان يختلط بكلام البشر بما فيها وبقولها بوضوح فيها الائمه الاربعه دول ولدتهم امهاتهم في 9 اشهر وبشر مثلنا بالضبط، واجتهدوا ونجل احترامهم ونقدرهم ونقدر هذا الاجتهاد في زمنه وفي مكانه. نعم استاذ محمود، يعني وضحت وجهه نظرك. شكرا استاذ محمود عبد الله صاحب دعوه حظر انشطه جمعيه الاخوان المسلمين. استاذ بهي، يعني كثير من الرؤى بتقول ان جماعه الاخوان المسلمين لن يضرها ان يصدر حكم كهذا، هي جماعه تمارس عملا سريا رغم حظرها منذ فتره طويله، وان كانه من المفترض ان يتم تقنين وضع الجماعه او الجمعيه بدلا من ان تلجا مره اخرى الى هذا العمل السري. يعني هو ده المفترض، بس حتى الجماعه حتى وهي بتحكم وهو رئيس الجمهوريه منها هي ما قننتش وضعها. هي قننت. لا هي يعني كما يقولون هي قننت. لا هو تقنين غير يعني مع الاحترام للاستاذ محمد ضماطي، الجمعيه يعني لا كان على راسها المرشد ولا كان نائب رئيس الجمعيه هو خيرت الشاطر. صحيح. ولكن اسماء كلها من الصف جمعيه سوريه يعني. في تنظيم بالظبط ملف. انا زي ما قلت في الفقره اللي فاتت، الجمعيه هي ملف، هو يعني مجرد يعني تدليل مش صحيح على انه الجماعه قننت وضعها ملتزمه قانونا، ولكن في حقيقه الامر هي ما قننتش وضعها. وعشان كده انا بقول انه الاحكام القضائيه او الحكم القضائي اللي صدر بصرف النظر عن مضمونه فانه تاثيره محدود للغايه على ارض الواقع، لانه التنظيم مش موجود لا في الملفات، مش موجود في بنوك عشان يقولوا احنا هنصادر اموال تنظيم. طبعا ممكن ان هم يصادروا ده في لجنه برئاسه لجنه هتبحث في الحسابات البنكيه لافراد لقيادات في الجمعيه، لافراد معروفين ان هم في قيادات التنظيم الى اخره، ولكن التنظيم نفسه يعني كتنظيم ملوش حسابات بالمعنى ده. هو اللي عايز اقوله مره ثانيه، الموضوع في النهايه هو سياسي.
سياسي بحت. سياسي. وانه واللي عايز اقوله كمان انه اللي بنشهده هو احد اشكال التفاوض الخشن. نعم. يعني المواجهات المسلحه هي شكل من اشكال التفاوض الخشن. الاحكام القضائيه مش بقول ان القاضي طرف في ذلك، ولكن هو بيستخدم في كده. اللجنه الوزاريه اللي هي بتتشكل عشان كذا، عشان يعني في النهايه ده يجعل التنظيم او الجماعه ان هي تاخد قرارات سياسيه محدده. طب دعني انتقل لاستاذ صلاح. استاذ صلاح، يعني الحكم لن يكون له اي يعني واقع، لأنه الجماعة موجودة منذ فترة. يعني. هو حكم فقط موجود، يعني سيوضع في الأوراق، والجماعة تمارس عملا سريا منذ فترة ولن يضرها هذا الحكم على الإطلاق. وكافة هذه الأمور لن تؤدي إلى مزيد، كما تقول الجماعة، مزيد من التعاطف معها. يعني تعليقك على هذا الكلام؟ لا ده كلام. أنا في الأول بس عايز أوضح نقطة مهمة جدا. اتفضل يا فندم. الأستاذ محمد الضماطي قال كيف لجماعة كانت تحكم هذا الوطن أن تتحول بقدرة قادر إلى جماعة إرهابية. هل أنا كده سمعتك مظبوط يا أستاذ محمد؟ تمام كده. بس الأستاذ محمد بوصفه المتحدث الرسمي باسم هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين أقر مباشرة على الهواء دلوقتي إن هذه من كان يحكم هذا الوطن هذه الجماعة الغير شرعية، وإلا فعليه أن يخبرني بما هو السند القانوني الذي اكتسبت منه جماعة الإخوان الشخصية القانونية إن كان قد اكتسبتها. حزب الحرية والعدالة يا أستاذ صلاح. بس حضرتك قلت تاني أهو إن إحنا كنا أمام ذراع أو يافطة اسمها حزب الحرية والعدالة يتخفى خلفها جماعة الإخوان، وهو تنظيم غير قانوني لا ينظمه قانون ولم يكتسب الشخصية القانونية، وهو خارج عن القانون وعن الدستور. الجماعة أشهرت يا أستاذ صلاح. اللي أشهر هي جمعية الإخوان المسلمين، اللي لسه حالا الأستاذ بهي قال دي جمعية غير موجودة، ملهاش حسابات في البنوك، ملهاش أي حاجة، وده حقيقي. ولكن أعضاء مجلس الإدارة بوصفهم أعضاء في جمعية فيخضعوا لمحاسبة الجهاز المركزي للتنظيم والجهاز المركزي الجهاز المركزي ولرقابة عملية غسيل الأموال، ونشوف حساباتهم والجمعيات اللي شاركوا فيها وانتقال الأموال ومن أين لهم بشراء أو بتأجير هذا المقر، وإن كان سعره وسعر المثل ولا لأ، ونرجع نبحث. أستاذ صلاح السؤال يعني مهم يطرح نفسه. طيب إذا كان كل ده مش قانوني، إزاي وصلت الجماعة للحكم؟ هل يعني القضاء والقانون في الدولة المصرية على حسب اللي بيوصل للحكم فيسير القانون معه؟ يعني هي أنت تقول أنها جماعة غير شرعية ومحظورة وصلت للحكم ويعني وحضرت بأغلبية في كثير من الأماكن، كيف وصلت وهناك قضاء وهناك قانون من المفترض أنه يحظر على هؤلاء الأشخاص التولي مثل هذه المناصب؟ أنا عايز أضيف له بس، ولماذا كانت تلهث معظم الفصائل السياسية وراء جماعة الإخوان المسلمين لتأتي في ذيل قائمتها؟ فقط تلهث. تفضل يا أستاذ صلاح. لم يلهث كثيرا خلف جماعة الإخوان المسلمين، وأنا يعني يعز عليا أن أقول اللي لهث وللأسف الشديد جاء على قوائم الإخوان هو الزميل العزيز اللي أنا بحترمه جدا الأستاذ محمد الضماطي، اللي نجح دورتين وقائد جبهة الإنقاذ يا أستاذ صلاح. يا أستاذ محمد، قائد يعني جبهة الإنقاذ. نعيب زماننا والعيب فيه. ما أنا بقول لك اهو قائد جبهة الإنقاذ وغيره. أنت مش عايز تسمعني. حمدين صباح. لا يعني سيبني أقول لك. حضرتك الأستاذ محمد الضماطي أقر، وأنا أعلم وكلنا نعلم أنه كان عضو في حزب التجمع وكان محامي حزب التجمع. انتقل بقدرة قادر إلى قائمة ولوائح الإخوان المسلمين بعدما لهث خلفهم على حد قولي هو، ونجح على قائمهم مرتين، وعين نائبا لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو أستاذ فاضل وجليل وفوق دماغنا، لكن ملوش علاقة بحقوق الإنسان، ما اشتغلش فيها. ردي على السؤال بقى. مصر كانت في حالة سيولة، وكان في أمل إن بعد ثورة يناير العظيمة أن نستقيم جميعا في ظل دولة القانون. من يرغب في القيام بعمل أهلي ينظمه قانون 84 ينشئ جمعية تنظم هذا القانون، ومن يرغب في ممارسة العمل السياسي عليها أن ينشأ حزب سياسي. ولكن عندما
صدقنا هذه الأسطورة التي صاغوها والوهم الذي صنعوه، لكن أكده الواقع أنه لا وجود لحزب الحرية والعدالة ولا وجود لجمعية الإخوان، ولكن في تنظيم الإخوان غير المحظور المجرم قانونا الخارج على القانون والدستور هو اللي بيدير ده، والذي عندما انتفض الشعب على ممارساته الإخصائية وعلى رغبته في السيطرة على مقدرات هذا الوطن عبر إعلان دستوري يعني يصنع منه نصف إله، أعوذ بالله من هذا، انتفض المصريين جميعا. وخليني أفكرك بمجرد بعد 10 أيام من تولي محمد مرسي سدة الحكم في مصر 10-15 يوم أصدر قرار بإهدار دولة القانون بعودة مجلس الشعب الذي قضي بعدم دستورية القانون الذي أتى به، وهو حكم كاشف. الخطوة اللي بعد كده عزل النائب العام، ثم كانت ثالثة الأسافي التي قضت. الحلقة كانت مخصصة لا يا فندم، أنا بدلل لحضرتك على أن هذه جماعة تتخفى وراء كيانات قانونية، والدولة في عصرها المحترم يعني عصر 30 يونيو لجأت للقضاء. لا استنى يا استاذ محمد، لو سمحت اكمل يا استاذ صلاح، دعني يا استاذ صلاح ننقل هذا ما قلته. طيب اكمل الجمله ضيق الوقت، فضلك اكمل الجمله لو سمحت. اتفضل يا فندم. لو سمحت، الدولة عندما أرادت أن تواجه هذا التنظيم الإرهابي لم تلجأ إلى إجراءات استثنائية، ولكن شرفاء هذا الوطن لجأوا إلى قضائه العادل المستقل وحصلوا على حكم بحظر نشاط هذه الجماعة لمواجهة خطر داهم من استغلالها لهذه الكيانات القانونية لتوظيف وتمويل عمليات إرهابية كلنا شفناها بعينينا. هذا الكلام يا أستاذ صلاح يا أستاذ أحمد أولها آخرها كان أول امبارح الاعتداء على الأستاذة المحترمة رندا أبو العزم ممثلة العربية. هذه سلوك جماعة إرهابية. ماشي، شكرا يا أستاذ صلاح. يعني رد حضرتك على هذا الكلام. أنا عايز أرد باختصار شديد. اتفضل. باختصار شديد جدا. لا يمكن أن نتصور إن في ثورة في التاريخ البشري كانت تنجب ثورة مضادة. والأستاذ بهاء يرد عليها في ده. كل الثورات في التاريخ البشري أنجبت ثورة مضادة. ما حدث في 30 يونيو من إنجاب الثورة المضادة التي أغلقت أكثر من 20 قناة، الذي كممت الأفواه، الذي قتلت في أحداث رابعة والنهضة وخلافه، الذي يعني هذه الدبابة التي يعني شردت كل هذه الفئات لا يمكن إلا أن تسمى ثورة مضادة تريد أن تعود بالنظام الذي ولى زمانه إلى الحكم. شكرا أستاذ محمد واطي. كلمة أخيرة في أقل من نصف دقيقة. أنا بس عايز أقول إنه المشكلة فيما يتعلق اللي هو السؤال اللي طرحته فيما يتعلق بالوضع القانوني وإشكاليته. المشكلة ما بدأتش النهاردة، المشكلة ما بدأت في عهد مبارك. الصفقات مين اللي كان بيعملها مع جماعة الإخوان المسلمين وهي ما كانتش في وضع قانوني؟ ما كانت نفس الأجهزة الأمنية اللي هي موجودة النهاردة. مين اللي عمل معاهم الصفقة بتاعت انتخابات 2005؟ مين اللي اتفق معاهم على نسبة 20%؟ مين اللي كان بيجري المفاوضات معاهم من 5 لحد ثورة يناير؟ فاللي عايز أقوله أنا أخشى إنه رغم الحكم القضائي بتاع اللي هو صدر اللي بنتكلم عليه، ورغم كل المواجهات المسلحة وغير المسلحة اللي جارية، إنه ما لم يعني يتم التعامل بشفافية مع حقائق الوضع السياسي، إحنا هنرجع تاني للوضع اللي كان موجود ما بين 2005 و2011. شكرا أستاذ بهي، شكرا أستاذ محمد، والشكر أيضا موصول أستاذ صلاح. فاصل قصير مشاهدينا وبعده نستعرض أبرز العناوين التي تصدرت صحف القاهرة صباح اليوم مع ضيف الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير جريدة فيتو.
انا حزين. احنا مش نازلين، احنا ماشيين في الشارع لقينا المظاهره كلنا عايزين. احنا كلنا كده شعب مصر اللي بيعدي في الشارع، اللي لا بيتقاد يمين ولا بيتقاد شمال. انت راجل محترم. باشا هنعمل ايه؟ خلاص شغل عصابات والله العظيم. فصل يأمل الكثيرون أن يعيد الهدوء إلى الشارع المصري بعد شهور متواصلة من حالات الحماس الشديد وخاصة مع مرور. لكن الديمقراطية بتاعتهم عاملة زي البتاع التمثال اللي عاجبه أيام الجاهلية، النهار ما يجوعوا ياكلوه، فهم كلوا الديمقراطية دلوقتي. مش خايفين تيجوا السنة الجاية تقولوا نص طايرة؟ في هذه الفقرة مشاهدينا نناقش أبرز عناوين صحف القاهرة التي صدرت صباح اليوم. قبل أن نبدأ أرحب بضيفي الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير جريدة فيتو. أهلا بحضرتك. شرفتنا. كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيب. أهلا معك. نبدأ فقرتنا من الموضوع الذي تصدر صفحات الجرائد الصادرة صباح اليوم، وهو كيف قضى الرئيس المعزول ليلته الأولى في سجن برج العرب. نقرأ من المصري اليوم: مرسي في السجن، هاتولي تلفزيون وقولوا لي يا ريس. وجاء المنشط الرئيسي لجريدة الوطن: مرسي لضباط السجن، أنا راجع وكلكم هتتحبسوا. نقرأ من جريدة الشروق: المساجين يستقبلونه بأغنية تسلم الأيادي، وقضى الليل في الصلاة والدعاء على الانقلابيين. يعني تعليقك على هذا الكلام؟ أنا أعتقد ده الجانب الشعبي، يعني ده الكشري بتاع القعدة، يعني ده ما يهم الناس عمل إيه كل إيه شرب. يعني أنا بعتقد المواطن البسيط يمكن شوية بيكون مهتم بمثل هذه التفاصيل، واعتقد انه معظم التسريبات كلها كانت ربما تشترك في ملمح واحد، وهو فكره حاله الهذيان التي سيطرت على الدكتور محمد مرسي فور وصوله الى هنا. حاول ان يبدو متماسكا في الجلسه، جلسه المحاكمه، هكذا يقول مريديه ومحبيه واتباعه. نعم. ولكن من الواضح ان الرجل عندما يعني واجه الزنزانه بشكل حقيقي ولم يجد الكاميرات امامه، يعني سقطت عنه اضواء الكاميرا. بس ده الامر يختلف معاك. البعض بيقول لك لا ده راجل كان اسد، وكان هم بيقولوا يعني انصار الجماعه، وكان اداؤه جيد جدا، وكان رئيس. حتى كان معانا منتصر زيات قبل يومين. نعم. قال لك ده كان اداؤه رائع. هو احنا بنأمل، لا هو الرجل يعني من قبل كان على المسرح ادائه يستمر ل4 ساعات في خطبه، يعني وده واتباعه بيقولوا انه لم يكن يحضر خطاباتي ولا كذا، وانما كان يرتجل، وكانت ربما مصيبتي في ارتجاله. انا بتصور انه يعني من حق اتباعه ان يتفاخروا اذا ما صدر حكم قضائي يبرئ ساحته من قتل المتظاهرين. هذه هي المعركة الحقيقية، يعني ليست الوحيدة في قضية التخابر، هناك قضايا أخرى كثيرة جدا. يعني فكرة الاستئساد لا استئساد في القتل. نعم. القتل لا يحتاج إلى قلب جريء، وإنما يحتاج إلى قلب خسيس. نعم. باختصار شديد، لو كان هذا الاستئساد استئساد قاتل فيعني هذا مجرم وإنسانيا. طب ننتقل لأعمال لجنة ال50 لتعديل الدستور، حيث قرب انتهاء المدة المقررة لعملها. هنقرأ من اليوم السابع: مفاجأة 48 ساعة وتنتهي مدة ال50 رسميا، وقانونيون يحذرون من بطلان عمل اللجنة إذا تجاوزت مدة عملها. نقرأ من الأهرام: الوطني للاستشارات البرلمانية يحذر ال50 من أن تتجاوز مدة عملها المحددة في الإعلان الدستوري. عنوان الوطن جاء: ال50 تنتهي من مواد الدستور الأسبوع المقبل، ونقل مادة وزير الدفاع للانتقالية. ومن عناوين الصحف ننتقل إلى تقرير يرصد الجدل حول المدة القانونية لتعديل الدستور. فلنشاهد. باقي من الزمن ساعات معدودات. على هذه الحقيقة الزمنية استفاقت لجنة ال50 المكلفة تعديل الدستور لتجد نفسها أمام عقبة قانونية حرجة ليس من الواضح حتى الآن كيف سيتم التعامل معها. هذه العقبة القانونية تأتي من نص الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الانتقالي عدلي منصور، والذي حدد للجنة ال50 مهلة 60 يوما كحد أقصى لتنتهي من أعمالها. تبدأ هذه المهلة من تاريخ ورود توصيات لجنة ال10 إليها.
أمام هذا الواقع فإنه يفترض أن تنتهي لجنة ال50 من عملها بحلول 8 من نوفمبر الحالي، وإلا فإنه وبحسب قانونيين تكون اللجنة باطلة ويصبح كل ما صدر عنها في حكم البطلان أيضا. المتحدث باسم لجنة ال50 محمد سلماوي اعتبر أن الأمر يشوبه بعض اللبس، وأوضح أن المقصود بالمهلة المحددة هو 60 يوم عمل تستثنى منها العطل الأسبوعية والرسمية، ما يعني أنه يتوجب على اللجنة أن تنتهي من عملها في 3 من ديسمبر المقبل وليس قبل ذلك. إذن عقبة جديدة تواجه عمل لجنة ال50 التي تواجه الكثير من العقبات الخلافية على عدد لا بأس به من مواد الدستور الجديد، عقبات يسعى رئيس اللجنة عمرو موسى جاهدا لتجاوزها عبر عقد لقاءات ونقاشات متواصلة مع الأطراف ذات الصلة بالمواد الخلافية، بغية التوصل إلى اتفاق يدعم الانتهاء من وضع الدستور في المدة المحددة لذلك، ليبقى استمرار عمل اللجنة وصحة ما سيصدر عنها رهنا بإيجاد مخرج قانوني ودستوري لها يقبله خصوم الدستور المنتظر ويقنعهم بعدم الطعن في صحته. علياء عز الدين، العربية. تعليقك أستاذ عصام، ماذا لو لم تنتهي لجنة ال50 في المدة المحددة لها؟ وما الإشكالية القانونية؟ أنا بعتقد يعني الكارثة الكبرى في أنه المصادر الصحفية التي تنبه إلى هذا الخطر وليس واحدا من داخل اللجنة نفسها. يعني وكأن يعني كل أعضاء هذه اللجنة لا يدركون أن الوقت قد أزف كما يقال. هتبقى مشكلة لو طبعا مشكلة كبيرة جدا، لأنه ده نص في الإعلان الدستوري، وبالتالي من الممكن أنه ده يبطل عمل لجنة وندخل في إشكالية كبيرة جدا. أنا بعتقد أنه لابد من البحث عن مخرج سريع مرة أخرى لكي نعيد يعني صياغة هذا الأمر، بحيث لا يمكن أبدا أن نهدر كل هذا المجهود الذي مضى، خاصة وأن البلاد تمر ربما بمرحلة منعطف خطير. وكما تعلم حضرتك المواطن المصري ينتظر جزء ربما من رحم ثورة 30 يونيو حتى يشعر أن بيديه شيء ما. أنت تشعر أن المواطن المصري مهتم بما يحدث في لجنة ال50، ولا المواطن المصري مهتم بالأمن بالحاجات الثانية؟ يعني هناك الكثيرين يقولون دستور مش هيفرق، هو دستور فترة كان في دستور أيام مبارك، دستور أيام الإخوان، دستور تاني بعد 30 يونيو، مش فارق معهم قوي. يعني قد أفهم طبعا من حضرتك وأتفق معك يعني الإشارة الواضحة إلى أن الجائع ربما لا يهتم بفكرة الاختيار، وعشان كده بنقول إنه دايما يعني لا يفتى وليس في بيته دقيق. والإفتاء هنا هي أن نجعل المواطن يتحمل مسؤوليات. تحمل المسؤولية ينبغي على الدولة أن توفر لهذا المواطن. وأفهم أيضا أن هناك ملفات عاجلة لم تنظر فيها الحكومة الحالية حتى الآن، ملفات محدود الدخل، ملفات المواطنين اللي تحت خط الفقر وهم يتزايدون يوما بعد يوم، ملفات كثيرة جدا جدا للأسف الشديد لم تكن بحاجة إلى يعني قرارات جريئة بقدر ما كانت بحاجة إلى قرارات إنسانية مرتبطة بالواقع الفعلي المصري الآن. ننتقل أستاذ عصام لموضوع آخر. انطلقت اليوم مسيرة لأعضاء رابطة ألتراس أهلاوي من أمام مقر النادي الأهلي بالجزيرة متجهة إلى دار القضاء العالي، وذلك اعتراضا على حبس 25 من أعضاء الرابطة. نشاهد جزء من فعاليات هذه المسيرة. أستاذ عصام، يعني هناك بعض أو الكثير بالفعل من التقارير تتحدث عن اختراق إخواني الكثير لبعض الروابط كالألتراس، ألتراس أهلاوي وألتراس زملكاوي، هل هذا صحيح؟ لا، هو واضح يعني ما بقتش المسألة مسألة حديث عن اختراق، ده بقت يعني هناك يعني مشاركات فاعلة ومشاركات حقيقية، يعني أصبح له صبغة سياسية. وهنا يفقد الألتراس بعتقد جزء من شعبيته في الشارع المصري، لأنه ببساطة شديدة إذا ما تلون الألتراس مع أي تيار حتى لو اتجه إلى الليبراليين أو إلى التيار الشعبي أو أي تيار من التيارات، هو بذلك يفقد هذه القيمة اللي هي كانت بتديله، يعني لا تعطيه مسحة سياسية بعيدة.
المشاركات الماضية أثبتت أن الألتراس تورط بشكل أو بآخر في أن يصطبغ بصبغة سياسية أيا كانت هذه الصبغة السياسية. أيضا للأسف الشديد بدأت تبدو ملامح لصورة شمولية في الألتراس. آخر كتب بدأت تصدر عن بعض أعضاء الألتراس لما حضرتك تقراها بجدية يعني تكتشف أنه جزء من مفاهيم الألتراس في شمولية بعض إذا الشيء. هناك يعني أزمات مقبلة ومعارك بين الألتراس وبين أنا بعتقد هي معركة العودة إلى المستطيل الأخضر يعني هي ببساطة شديدة كما قال أحد أصدقائنا يعني ليس لدينا كرة ولدينا ألتراس. يعني ربما تعظم دور الألتراس عندما غابت الكرة أكثر. نعم. وبالتالي ده على طول يعني. طب البعض يا فندم بيتكلم ان هذه الروابط يعني قد تمارس او تؤدي الى امور لن يحمد عقباها في المستقبل كالتي شاهدناها قبل ذلك في مجزرة استاد بورسعيد يعني. لا هي أدت. يعني النتيجة الطبيعية انه الممارسات في الفترة الماضية تنذر بخطر كبير في الفترة القادمة. نعم. أنا بتصور أنه لابد أن يكون هناك حوار جدي. نعم. مع الروابط. وفي ميزة الحقيقة في هذه الروابط ان الكابو عندك هنا زي المرشد بالظبط. نعم. للأسف يحظى بفكرة السمع والطاعة إلى ما لا نهاية. إنما بعتقد أنه الحوار مع هذه المجموعات أصبح ضرورة ملحة، حوارا ليس سياسيا وإنما أن يكون هذا الحوار حوار رياضي. يعني فكرة أن يعود مرة أخرى الألتراس إلى الملاعب، إلى أن يمارس نشاطه. هو يحاول أن يكون له دور، كلمة، سلطة يعني. للأسف الشديد نعم. يعني أنت لو تلاحظ مثلا يعني في الفترة الأخيرة يعني أتحداك لو شاهدت بنفسك واحد من الألتراس يشاهد المباراة، وده الخطر الكبير. نعم. هو لا يستمتع بالمباراة، إنما يستمتع بكونه هذه الرابطة المتماسكة التي تريد أن يكون لها دور أبعد. نعم. أبعد من هذا المستطيل الأخضر، وإنما ينتقل إلى مناحي أخرى للأسف الشديد. يعني أنا لا أتصور أبدا أنه يعني نعم. الاعتراض على حبس يجب أن يكون في إطاره القانوني. نعم بالضبط. يعني ليس بالمظاهرة وليس بممارسة نشاط يقترب إلى النموذج السياسي أكثر. دعنا نختتم جولتنا من الملف الذي أعدته جريدة الوفد حول الثقافة الجماهيرية. نقرأ منه: الثقافة الجماهيرية أخطر سلاح ضد الإرهاب، غاب دورها فغزا التطرف ربوعها، قصور الثقافة تعاني من القصور، الخفافيش تسكن محل الإبداع ولا عزاء للمواهب الشابة. تعليقك؟ أنا بعتقد أن هذه هي المعركة الكبرى والمعركة الحقيقية. نعم. في مصر. لو كنا نبحث عن مشروع يلتف حوله المصريين جيدا يجب أن نقارن بين تاريخين. سبتمبر 65 نعم. كانت قوات الجيش المصري في سبتمبر 65 وأكرر في سبتمبر نعم. 65 كانت قوات الجيش المصري والشرطة المصرية تحاصر كرداسة للقبض على الإرهابيين. في سبتمبر من هذا العام كانت قوات الجيش المصري والشرطة المصرية تحاصر كرداسة للقبض على الإرهابيين. هذه المسافة الزمنية تؤكد أنه لم يكن لدينا مشروعا ثقافيا يغيب فكرة أو يواجه فكرة التضليل، فكرة الخلط بين الشريعة والشرعية، بين ما هو مقدس وما هو بشري، بين أن تصدر منصة رابعة فكرة أن الدفاع هنا دفاع عن الله وعن الدين وما إلى ذلك. من 65 حتى الآن لم يكن لدينا إلا بوادر مشروع هذا المشروع العظيم. ليس هذا عيب المثقفين قبل أن يكون عيب الدولة؟ لماذا لم تكن هناك أو النخبة بالأحرى لم تكن هناك أفكار ورؤى ويعني ومثقفين يظهرون ليوضحوا ما تقوله؟ لأنه أنا بعتقد أنه في فترة السادات وفترة مبارك تحديدا، في فترة مبارك تم استمالة بعض المثقفين، ولو تلاحظ حضرتك كان ظهرت فكرة الشلالية في الوسط المثقفين أو في أوساط المثقفين، والنماذج الأخرى التي كانت يمكن أن تتحدث عن مشروع ثقافي حقيقي واعد. الوسط الثقافي اختلف، يعني لم نعد نرى إحسان عبد القدوس طه، يعني لم نعد نرى هذه القيم. يعني عندما تسأل أي شخص كأنها مجموعة ظهرت في فترة تاريخية قدمت للمنطقة العربية وربما العالم كله صحيح. إضاءتها، ولكن للأسف الشديد كأنه وميض ظهر واختفى. نعم. أنت منتبهش يعني تستبشر خير في الفترة القادمة بظهور تيار ثقافي يعني جديد يعني ينبه أو يحذر من هذا الإرهاب وهذا التطرف؟ لا دعني لا أتصور ذلك للأسف الشديد، لأننا ما زلنا حتى الآن نعيش أسر الصندوق مرة أخرى. يعني لم نخرج خارج الصندوق، لم نغير الخلفية الثقافية، لأن خلفية الإدراك وخلفية التفكير ما زلنا يعني فكرة المنتاليتي كما هي
نفكر بنفس الطريقة التي كان يفكر بها نظام مبارك للأسف الشديد. نعم، شكرا أستاذ عصام كامل رئيس تحرير جريدة فويتو، شرفتنا يا فندم. مشاهدينا نشاهد أهم أحداث اليوم في هذه اللقطات السريعة والمصورة. كل الحكومات اللي كانت في الثلاث سنين اللي فاتوا مجرد حكومات لتسيير الاعمال، حكومات بتعتمد على المعونات، ما عندهاش حلول اقتصاديه لمشاكل الوطن، ما عندهاش رؤيه لتنميه اقتصاديه حقيقيه تقدر بيها تواجه بيها مشاكل البطاله ومشاكل الاسعار. 81.3 مليار جنيه الى ما يقارب 120 مليار جنيه، وده معناه ان احنا نجحنا في الدستور باجبار اي حكومه قادمه ان تخصص اكثر من 40 مليار جنيه للتعليم. اعتقد هذا هو التوجه الواضح داخل لجنه ال50. مشاهدينا، استعرضنا في هذه الحلقة عدد من الملفات، كان أولها هو ملف الهجرة غير القانونية إلى ليبيا، ويعني كان معنا بعض أهالي أو ذوي الضحايا، وأيضا كان هناك رأي لوزارة الخارجية التي حذرت المواطنين من الإقدام على مثل هذه الرحلات مرة أخرى، وأيضا ناقشنا ملف الحكم الصادر والذي أيد الحكم الصادر بحظر جماعة الإخوان المسلمين. مشاهدينا، للاطلاع على المزيد من الأخبار والملفات المصرية يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت العربية.net، وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيسبوك، يوتيوب. شكرا لكم مشاهدينا، إلى اللقاء في أمان الله.